ازيكم عاملين ايه؟ ودلوقتي هنبدأ الحلقة الأولى من رواية القبيح والأناني المغرور. إن شاء الله تنول إعجابكم. وقبل ما أبدأ ياريت تكتبولي انتوا بتتابعوني من أنه بلد. ويلا بقى نبدأ عشان مطولش عليكم. الشاب بكل غرور، ممكن أسألك سؤال؟ نرمين بكل هدوء، اتفضل. ليه لابسة الحجاب يعني؟ لأنك لا حلوة ولا فيكي أي حاجة مميزة أصلا. عن إذنك أنا ماشية. مرات باباها. استني بس، هتمشي على فين؟ ده مجرد تعارف، خليكي قاعدة. وبعدين خالد ابن اختي ده بيحب يسأل، وغير كده زي القمر زي ما انت شايفة كده. البنات كلها بتتمنى كلمة واحدة. خالد بغرور. معلش يا خالتي سيبيني أسأل، هي فعلا محجبة ليه؟ رغم ان شكلها عادي يعني، مش مستاهل ابدا الحجاب. متهيألي لو كنت بشعرك هكوني احسن بكتير. نرمين قعدت وبتبصله باستغراب. الشكل مش كل حاجة، وبعدين دي خلقة ربنا. خلاص ما علينا. انا برضو الشكل مش مهم قوي بالنسبة لي. صحيح ان بنات كتير حلوة نفسها ترتبط بيا، بس انا بصراحة كده ببص على الاخلاق. اتمنى ان ما يكونش جمالك زي اخلاقك. المطلوب مني يا حضرتك، انا عايزة اتجوزك. امي شكرت فيكي قوي، وانا محتاج واحدة ملتزمة زيك علشان تخليني ملتزم اكتر في الدين. للأسف أنا مش ملتزم خالص في الصلاة، وأنا واثق إن أنتي ممكن تحل النقطة دي. صحيح، في نقطة كمان لازم أقولها لك عشان نكون واضحين من الأول كده. أنا احتمال كبير أتجوز عليكي، لأن بصراحة يعني لو ما قدرتيش تحل المشكلة دي مع نفسك في شكلك يعني أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. نرمين خدت الشنطة بتاعتها ومشت ودموعها نازلة. كانت ماشية في الشارع حزينة، قعدت على الرصيف. شاب عدى جنبها. تاخدي ورد؟ ورد يا هانم؟ لا شكرا، انا مش عاوزة حاجة. الشاب ابتسم. لو خدتي مني الورد هيخليكي حلوة اكتر من انتي حلوة. نرمين بزعيق. بقولك ايه انت كمان، انا مش حلوة، انت هتضحك عليا ولا ايه؟ كل الناس بتكرهني، سيبوني في حالي بقى، حرام عليكم، مالكوا كده ومالي. طلعت تجري وهو بص لها بكل حزن. روحت بيتها بالليل وبتيجي مرات باباها زينب بكل برود. ها قلتي ايه على جوازك من ابن اختي؟ مش عايزة اتجوز، مرفوض. زينب بغضب. يعني ايه يا حبيبتي مش عايزة تتجوزيه؟ هو لعب عيال ولا ايه يا بنت انت فاكرة نفسك ايه؟ مش كفاية اصلا ان هو وافق ان هو يتجوزك؟ نرمين بدموع. مش عايزة اتجوزه، خليه يتجوز اي واحدة من اللي هتموت عليه دي. خليه يتجوز اي واحدة من اللي هتموت عليه. زينب مسكتها من شعرها. هتتجوزيه غصب عنك. نرمين بغضب زقت ايديها. لا، وبعدين لما بابا يجي انا هقوله على كل حاجة. ابو نرمين بيزعق من وراها. زينب، اياك تتكلمي مع بنتي بالطريقة دي، انت فاهمة؟ قرب بهدوء من بنته. قوليلي يا نرمين، ايه المشكلة يا حبيبتي؟ نرمين بدموع. يا بابا بيتريق على شكلي، عاملها شفقة يعني ان هو يتجوزني. انا مش هقدر ابدا اعيش مع شخص اصلا مش مقتنع بيا، انا رافضاه يا بابا. وبصراحة كده انا مش عاوزة اتصل بيه واقوله ان هو مرفوض. زينب بغضب. بنتك بتتدلع يا جمال. شايف بتعمل ايه؟ في حد يرفض ابن اختي؟ جمال ومال وكل حاجة حلوة، وبصراحة كده احنا ما صدقنا ان واحد زي ده يتقدم لها. اسكتي انت خالص يا زينب، اللي عاوزاه بنتي هو اللي هيحصل، خلص الموضوع. سابهم ودخل الأوضة. ضحكت نرمين جدا وبصت لها زينب بكل غيظ. عند خالد بغيظ. ايه ده؟ هي بتقول ايه يا ماما؟ رفضتني انا؟ ترفضني انا اللي اتنازل ووافق عليها وهي اللي تروح وترفضني؟ ام بحنان، ربنا يعوض عليك يا ابني باللي احسن منها 100 مرة. انا اصلا مش مضايقني مدغور في 60 داهية. انا اللي مضايقني ان شكلها كان وحش ومش عاجبني، واتنازلت ورحت واتقدمت لها بدل ما تبوس ايديها وش وضهر تقوم ترفضني انا ببساطة كده. ده انا هوريها واعلمها الادب. بالليل كنت نازلة اجيب شوية حاجات، لقيت مرات ابويا واقفة بغضب. زينب بغل. ابقي تعالي بدري عشان اخوكي جاي النهاردة ولازم نعمل له اكل حلو قوي. نرمين بكل هدوء. حاضر يا مرات ابويا. بعد شوية لسه نازلة لقيت اللي واقف. خالد بيبصلي بغضب. انتي ترفضيني انا؟ ايه ده؟ ايه يا حلوة فيكي ايه اصلا عشان تدلعي كده؟ ده انا كنت اخر فرصة ليكي، انتي خلاص هتعنسي بالشكل ده. ما ردتش عليه وكنت ماشية. قرب مني ومسك ايديا جامد. لسه هزعق لقيت خالد واقع في الارض. نرمين بصدمة. ياسر بغضب لخالد. اوعى تقرب منها تاني، هدفنك مكانك هنا واخلص عليك يا زبالة.
ايدك لو لمست ايديها تاني انت مش عارف انا هعمل فيك ايه، انت فاهم؟ خالد بغضب. وانت مالك؟ دي خطيبتي. كذاب، كذاب يا ياسر، انا رفضته. ياسر بجمود، لو لقيتك قربت منها تاني انا هقتلك، يلا غور من هنا. خالد بخوف قرب منه. جرأية يا ياسر، المفروض تقف في صفي، انا يا ابني ابن خالتك، يعني انت واقف في صف بنت مرات ابوك وجوزها؟ ياسر بكل برود، انت تخرس خالص، كله لنرمين، انت اصلا ما تستاهلهاش، وكويس قوي ان هي رفضتك. قول كده بقى، شكل ما بينكم انتوا الاتنين حاجه. وضحكوا بصوت عالي. خدعتك، هتتجوزك، وهتقول ان هي. بقول لك ايه، خلي بالك منها، شكلها كده ممكن تلعب بيك. قرب منه وضربه للقمايه في وشه. اخرس، انت فاكرها من ضمن الزباله اللي انت تعرفهم؟ غور من قدامي. يلا يا خالد امشي، امشي من هنا. شد نرمين ودخل العماره. نرمين ابتسمت وقلبها كان بيدق. انا افتكرتك بصراحه هتيجي بالليل. ياسر بجمود، لا، انا ركبت بدري، حبيت اوصل يعني قبل الليل ما يدخل عليا. وطلع ومشي من غير ما يقول لها ولا كلمه. هي كانت مستغربه جدا من رد فعله وطلعت وراه. واول ما دخل، مرات ابوها طلعت تجري عليه. ابني يا حبيبي، وحشتني، ازيك يا نور عيني. نرمين كانت واقفه وراه وهي ما كانتش واخده بالها منها. اول ما شافتها زينب بقرف، يلا يا اختي، قال ايه هتيجي بدري؟ الحمد لله انا عملت الاكل وما اتكلتش على واحده خايبه زيك. كان الواد المسكين ده هيجي مش هيلاقي لقمه عدله ياكلها بعد السفر الطويل اللي هو كان مسافره. ياسر بكل هدوء، ماما لو سمحتي ما تكلمهاش كده. بقول لك ايه، يلا غرفي الاكل لاخوكي، ولا ده كمان ما بتعرفيش تعمليه عدله. نرمين بحزن، حاضر يا خالتي. راحت عشان تجهز الاكل، جهزته فعلا. ياسر مش اخوها ولا حاجه، هو ابن مرات ابوها، ونرمين بالنسبه لها ياسر ده حب عمرها كله. حضرت الاكل وحطته على السفره، الكل اتجمع. ياسر، هو انت ليه يا عمي جبت خالد عشان خاطر يتجوز نرمين وانت عارف اللي فيها؟ جمال بهدوء، ايه اللي فيها يعني؟ مالها بنتي؟ مالهاش، بس هي اصلا رفضاه، وكان واقف معاها تحت وانا عملت الواجب معاها. جمال بصدمه، انت كنت واقفه معاه تحت يا نرمين؟ لا يا بابا، هو اللي جه عشان خاطر يكلمني، وكمان كان عاوز يمسكني، لولا ياسر جه وعلمه الادب وضربه. زينب صوتت، بقى انت يا ابني تضرب بنت خالتك علشان واحده زي دي؟ ليه عملت كده يا ياسر؟ ياسر بكل هدوء، عشان قليل الادب يا ماما، وخلاص اقفلي الموضوع. جمال كان باصص لزينب بكل غضب، لانها كانت بتتكلم على بنته بطريقه مش كويسه. نرمين ساعتها بصت لياسر وقامت دخلت الاوضه بتاعتها. كانت واقفه في البلكونه، وهو كمان كان واقف في البلكونه بتاعت الاوضه بتاعته، وهو بيقول لنفسه، وحياة امي لو اوريك يا نرمين، لهربيك واعلمك الادب، بس اصبري بس، هخليكي تحسي ان انا بموت فيكي، وفي نفس الوقت بكرهك ومش طايقك، هخليكي تتجنني كده ومتبقيش عارفه تعملي ايه. نرمين كانت واقفه سرحانه، لقيته واقف ومركز معاها، قلبها دق بسرعه جدا، بصت له بابتسامه ودخلت. تاني يوم زينب بكل هدوء، صحيح يا جمال، ام خالد كلمتني واعتذرت جدا على اللي ابنها عمله مع بنتك، وقالت ابنها عاوزها. نرمين هو مصمم عليها بصراحه كده وعاوز يتجوزها. ساعتها نرمين جسمها ارتعش ووقفت قدام الاوضه تسمع هما بيقولوا ايه. جمال بكل هدوء، الموضوع ده انتهى خلاص يا زينب، ما تتكلميش فيه تاني. زينب باقتناع، يا جمال اسمعني بس، نرمين كبرت ودلوقتي هي سن لازم تتجوز فيه، ودي فرصه ومش هتتكرر تاني. يا اما بقولك ايه، قلتلك اقفلي الموضوع ده خالص، لو سمحتي ما تتكلميش فيه تاني. عند ياسر صاحبه، هتعمل ايه مع البت دي؟ ياسر بكل مكر، هكسر مناخيرها وغرورها دي وهجيبها على الارض. هي تستاهل بصراحه، هي مرضيتش تيجي معاك في سكه، ما تقلقش، هندمها على كل اللي عملته معايا قبل كده. بعد شويه ياسر كان قاعد مع مامته بيشربوا الشاي. ياسر بكل هدوء، ماما انا قررت ان انا هتجوز. زينب بسعادة، ياه اخيرا نويت تفرح قلبي يا حبيبي يا ابني، ده انا بتمنى اليوم ده ونفسي اشوف عيالك قبل ما اموت. قولي بقى، مين سعادة الحظ اللي انت اخترتها؟ نرمين بنت عم جمال يا ماما. زينب ساعتها اغمى عليها. ماما فوقي يا ماما، حصل ايه؟ خرجت نرمين في الوقت ده بكل خوف. حصل ايه يا ياسر؟ معرفش، اغمى عليها فجأة. شيلها حطها على السرير. بعد شوية، ها كويسة؟ ما تقلقش هتبقى كويسة، الضغط بتاعها واطي شوية. بعد شوية بتفوق بتعب
وبتبصلي بغضب. روحي روحي من وشي. نرمين باستغراب: في ايه بس؟ في ايه يا خالتي؟ زينب بزعيق: انت تخرسي خالص وتمشي من قدامي دلوقتي، انت فاهمه؟ غوري من هنا، يلا اطلعي بره. ياسر بهدوء: ماما لو سمحتي كفايه عصبيه. نرمين: بقولك ايه، اطلعي بره، انا معاها ما تقلقيش. راحت الاوضه بتاعتها وانهارت من العياط. هو انا عملت لها ايه عشان تكرهني بالشكل ده؟ ليه بتعمل معايا كده؟ انا عملت ايه بس يا ربي؟ بره عند ياسر زينب وهي مصدومه: قول لي تاني كده يا ابني، عايز تتجوز مين يا ابن بطني؟ عايز تتجوز نرمين؟ ما لقيتش غيرها. يا ماما انا هتجوزها، ايه المانع يعني؟ ده اختك يا حبيبي يا عبيط انت. لا نرمين مش اختي ولا حاجه، ولا عمرها كانت اختي. حضرتك اللي بتحاولي طول الوقت تقنعي نفسك وتقنعيني ان هي اختي، لكن هي مش اختي. بصراحه كده يا ابني وحش، شكلها وحش، شكلها يقطع الخميره من البيت. انت مش شايفه عامله ازاي؟ حرام عليك تتجوز واحده زي دي. معلش يا ماما، ده قراري وانا عاوزها. ياسر ساعتها كان عمال يتوعد. زينب بزعيق: بس انا مش موافقه يا ياسر على الجوازه المهببه دي. انت اتجننت؟ انت عاوز دي تبقى مراتك؟ انت تعصبني يا ولا عاوز تعصي اوامري يعني؟ ها يا ياسر؟ ما اقدرش والله ازعلك، بس لما تعرفي انا هعمل كده ليه هتفرحي قوي. زينب باستغراب: هتعمل كده ليه؟ بعدين هتعرفي كل حاجة. أهم حاجة إن نتجوزها دلوقتي. هي إيه الحكاية بالظبط؟ البت دي سحرلك ولا إيه؟ هي بتعملك كده ليه؟ لا ده أنا هوديك لشيخ. ياسر بده يا ماما شيخ إيه وبتاع إيه بس؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ بيبص لقى نرمين واقفة. ياسر بضحك وقف وابتسم لها بمكر: بحبها يا أمي، بحبها قوي، ولازم أكلم عمي قبل ما أمشي إن شاء الله. الأجازة الجاية نتجوز. تاني يوم كنت متوترة جدا من الأخبار اللي سمعتها من بابا إن ياسر عايز يتجوزني أنا. أي نعم أنا سمعتهم هما بيتكلموا امبارح، بس في أحلامي أنا ما توقعتش ده. إن ياسر حب عمري يجي ويتقدم لي؟ معقولة يكون اتغير عن زمان وعاوز يجي يتقدم لواحدة زي أنا؟ ما كنتش قادرة أسيطر على فرحتي. بابا قال لهم إني موافقة، وقعدوا واتفقوا على كل حاجة، على العشاء، واتفقوا كمان على ميعاد الخطوبة. بعد ساعتين كنت قاعدة في الأوضة بتاعتي بشوف هلبس ايه بالليل. خدودي كانت حمرا من الكسوف، والابتسامة ما فرقتش وشي أبدا. المفروض النهاردة بابا هيجي وهيتفق مع ياسر. فجأة انطربت لما لقيت الباب فتح ولقيت مرات أبويا داخل عليا. نرمين بخضة: مرات أبويا؟ مالك؟ وازاي تدخلي عليا كده؟ قفلت الباب وقربت مني ومسكت ايدي جامد جدا: بنتي بقولك ايه، ارفضي ياسر، ده ابني الوحيد. انا مش موافقه على الجوازه دي، مش هتاخدي ابني مني، مستحيل. انت عايزه ايه؟ تتجوزيه؟ طب خلاص اتجوزيه وانا هخلي حياتك كلها جحيم. نرمين بصدمه: ليه بتعملي كده؟ عملتلك ايه؟ ما يخصكيش. لو فكرتي ان انت هتتجوزي ابني انا هخليكي تموتي في اليوم 1000 مره، فاهمه ولا لا؟ كل اللي ابني يا رخيصه، انت طالعه المنطق، مش كفايه شكلك اللي يخض ده؟ عايزه تسرقي ابني مني؟ نرمين انهارت: خلاص اسكتي بقى، اتقي ربنا يا شيخة. ازاي تتهمي امي بحاجة زي كده؟ امي ميتة، ليه بتقولي الكلام ده عليها؟ وكانت صاحبتك ودايما كنتوا مع بعض، ليه تتهميها بالشكل ده؟ صعب عليكي الحقيقة؟ صعبة تعرفي ان امك سرقت حب حياتي كله؟ ايوه، جمال ده اول واحدة شافته وحبته هو انا. ده اللي حصل، انا شفت جمال الاول، ولما جه يسكن جنبنا انا اللي حبيته. وامك كانت عارفه كده كويس قوي، عارفه ان انا اللي بحبه، لانها هي اول واحده صرحتها بحب الجمال. بس بالرغم من كده قربت منه لحد ما خدته مني واتجوزته. ما اهتمتش ابدا ان قلبي انا ينكسر، ودلوقتي انت جايه تاخدي ابني مني؟ ده التاريخ بقى بيعيد نفسه. جمال من وراها زينب. ايه ده؟ انت فتحت الباب امتى؟ محدش حس بيك. اتخضوا هما الاتنين، زينب بتخطر، انا جريت نرمين على باباها وحضنته: بابا انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز دي خلاص. اهدي يا حبيبتي اهدي. بص لزينب: عاوزك في كلمتين جوه حصليني. بسرعه طلعت من الاوضه، وبعدها جمال طلع وسابها هي في الاوضه عماله بتعيط. نرمين على السرير فضلت تعيط جامد جدا: انا مش هقدر اتحمل ابدا الضغط ده، انا اتحملت كتير وعرفت السر. اللي هي بتعاملني كده وحش، انا لو اتجوزت ياسر هتبقى حياتي جحيم مع مرات ابويا دي اللي ما بتحبنيش، واتهمت امي كمان بالخيانه وان هي سرقت حبيبها. يبقى ازاي عايزه تيجي دلوقتي وان هي توافق ان انا اتجوز ابنها؟
الكره ده عمره في حياته ما هيختفي، وهيبقى انا الضحيه. ياسر، مستحيل ابدا اخليك تخسر والدتك عشاني انا، رغم ان القرار ده هيكسر قلبي، بس ما كنتش هقدر اتحمل ابدا اتهامها ليا اكتر من كده. عند زينب كانت واقفه قدام جمال وعماله بترتعش وتعيط. جمال بجمود. ايه؟ كنت دايما بشوف المعامله الوحشه لبنتي واسكت. كنت بتعرفي قوي تخبي الحقد والغل اللي جواكي، بس انا برضو كنت بشوف نظرات الكسره والحزن جوا بنتي. كنت دايما بقول برضو بكره تعقل وتعتبرها زي بنتها بالظبط، لكن خلاص دلوقتي مش هقدر اسامحك اكتر من كده. زينب بدموع. جمال، ابوس ايدك سامحني واسمعني المره دي. اسكتي، اسكتي خالص. ذنبها ايه؟ ذنبها ايه عشان تعامليها بالطريقه دي؟ دي بنت يتيمه، المفروض تراعيها وتحضنيها مش تجرحيها. حاجه حصلت من سنين وايام بسببي انا، مش بسببها هي. اقولك انا زمان اصلا ما حبيتكيش وحبيت صاحبتك فعلا، لانها احق بالحب ده، واحده مش حقوده زيك، نقيه. زينب بكره. انت بتقول ايه؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ هي مين دي اللي نقيه وطيبه؟ دي سرقتك مني، كانت عارفه اني بحبك وبرغم من كده ارتبطت بيك واتجوزتك. حرقت قلبي، انا بكرهها وعمري في حياتي ما هسامحها ابدا، وبكره بنتك كمان. جمال ساعتها ضربها بالقلم، وقعت مصدومة. جمال، انت بتضربني؟ احنا خلاص يا زينب كده وصلنا للنهاية ولازم نتطلق. بيدخل ياسر بصدمة. عمي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ جمال ببرود. خد امك يا ياسر وامشي. وبالنسبة لطلبك ان انت عاوز تتجوز بنتي، للأسف مرفوض، ما عنديش بنات للجواز. ياسر بصدمة. ايه؟ لا لا يا عمي ارجوك، انا ما اقدرش ابدا اعيش من غير نرمين، دي كل حياتي. قلت لك خدها واطلعوا بره انتوا الاتنين. ياسر عينيه كانت مليانة بالحقد، وخد مامته فعلا وخرجت. بعد يومين نرمين كانت حطت الأكل على السفرة، وكانت بتحاول إن هي تبتسم عشان باباها ما يحسش أبدا إن هي متضايقة. وبعدين نادت عليه، خرج وهو على وشه الابتسامة. إيه الجمال ده كله؟ عملتي ورق العنب اللي أنا بحبه؟ نرمين بابتسامة حزينة. يا بابا. جمال باستغراب. إيه يا بنتي مالك، فيكي إيه؟ لا لا أبدا يا بابا، مفيش حاجة، أنا كويسة. انا عارف يا نرمين ان انت كنت موافقه على ياسر وشفت ده في عينيكي، بس يا بنتي مستحيل ابدا هرميكي في النار بايدي. زينب كانت هتدمر لك حياتك، وياسر عمره في حياته ما هيخسر امه، ده طبيعي. انت اللي هتعاني في الاخر، وبعدين واحدة كويسة زي كده هيتقدم لها 1000 واحد. وعاوز اقولك كمان في واحد كويس متقدم لك الايام دي، ودي فرصة تانية ليك يا بنتي. فكري في الموضوع وانا هقولك على كل التفاصيل قريب قوي. مسحت دموعي بكل هدوء. عندك حق يا بابا، يمكن دي فرصة تانية ليا. وبرغم كلامي بس بابا كان شايف الانكسار جوه عينيا. مر اسبوع. ياسر كان سرحان جدا. هي فعلا وحشاني ولا ايه؟ ولا انا كنت عاوز اكسرها؟ هي زمان رفضتني، بس معرفش الحالة بتاعتي عاملة كده ليه. انا فعلا عاوز اشوفها. زينب كانت واقفة من بعيد وشايفة حالة ابنها. قررت ان هي تعمل اي حاجة، لان مستحيل ابدا تشوف ابنها حزين كده وتسكت. تاني يوم صحي ياسر من النوم وبيدور على مامته، ملقاهاش في البيت. لقاها سايبة ورقة وكاتبة فيها ان هي راحت لبيت نرمين. غضب جدا، لبس وراح ليها. عند نرمين جمال بغضب. انت ايه اللي جابك تاني هنا؟ انت ايه اللي جابك؟ ليكي عين تيجي كمان؟ زينب كانت دموعها نازلة بصمت. نرمين بكل هدوء. بابا خلاص اهدى بقى، دخلها الاول واسمعها عايزة ايه. ما ينفعش يا بابا تسيبها كده واقفة على الباب. اتنهد ودخلها. جمال بقرف. خير، ايه اللي جابك عندنا؟ عايزة ايه تاني؟ ابني بيضيع مني، ابني مكسور. انا عارفة ان انا عملت حاجات كتير قوي وحشة، بس ياسر ملوش ذنب انكسر كده. بجد يا جمال، جمال لازم تقف جنبي وجنب بنتك كمان. بص لبنتك. جمال ساعتها وقف وبص فعلا لبنته، وبعدين بص لزينب تاني. زينب بدموع. ابوس ايدك، ابني هيتجوز بنتك، وانا وعدك ان انا هبعد عنهم خالص. حتى لو حابب يعني ان انا ما احضرش الفرح، مش هحضره. والبيت اللي هم هيعيشوا فيه انا مستحيل هعتبه يا سيدي، وهشوف ابني في اي حتة. بس ابوس ايدك ما تضيعش ابني منه. انا حاسه ان ابني بيحصل له حاجات كتير قوي، مش قادر يتكلم وساكت طول الوقت من ساعه ما احنا مشينا من هنا. وفعلا لسه هتمسك ايد جمال وبوسها، بس هو سحب ايده. جمال وافق يا جمال. جمال اتكلم. مش بايدي، لو نرمين وافقت خلاص انا موافق.
بصيت لي وانا كنت واقفه متوتره جدا. والله يا بنتي انا ماليش دعوه ولا هخطي عتبه شقتكم، بس ابني مكسور قوي من غيرك وانا ما اقدرش اشوفه كده واسكت. ما تاخديش ابني بذنب امه، وحتى يعني لو انا ما حضرتش الفرح عادي ولا كاتب الكتاب هبعد نهائيا. نرمين ابتسمت. هوافق بس بشرط. زينب خوف. ايه هو الشرط؟ ان انتي تحضري كل حاجه وتكوني في كاتب الكتاب وتكوني في الفرح كمان. فرحت جدا وحضنتها. بعد اسبوع بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. قلبي دق لما المأذون قال الكلمة دي. قربت مني مرات ابويا وعينيها كانت مليانة بالدموع ومسكت ايديا وبتقولي خلي بالك منه يا نرمين، فرحيه، ياسر فعلا بيحبك ويستهلك. نرمين بابتسامة اوعدك ان هخليه اسعد واحد. كان ياسر واقف بيبصلي نظرات غريبة كلها ابتسامة غريبة. قلت يمكن من الفرحة. نرمين بتوتر الميك اب مش مظبوط ولا حاجة؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ ياسر بابتسامة خبيثة بالعكس الميك اب حلو جدا اللي انتي حاطاه ده. بطل كدب بقى، ده انا حتى شكلي يعني مش احسن حاجة، وخاصة لما احط الميك اب بيوحشني اكتر. مسك ايديها وقال لها انتي طالق يا حياتي. وبكده انتهى البارت الاول. يا ترى ياسر عمل كده ليه في نرمين وطلقها يوم فرحها؟ وليه بيعامل نرمين بالشكل ده؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. واكتبوا لي كمان كومنت بالتوقعات اللي انتوا بتتوقعوها ليه هو عمل كده. يلا سلام واستنوني في حلقة جديدة. نرمين بصدمة وقعت واغمى عليها. جمال بخضة نرمين اصحي يا حبيبتي اطلبوا لها الدكتور. زينب جت تفوقها وياسر كان واقف بكل برود. جمال بغضب انت قلت لها ايه؟ خليها تقع كده من طولها. لما تفوق هي هتحكي لك بنفسها. زينب بخوف نرمين فوق يا حبيبتي اصحى عشان خاطري. نرمين بتفوق بدوخة وبتبص لياسر بكل تعب. ياسر الكلام اللي انت قلته ده صح؟ اه صح، انا طلقتك. جمال اتصدم هو وزينب. نرمين بصدمة ياسر انت اتجننت، احنا لسه كاتبين الكتاب دلوقتي، انت في وعيك ليه عملت كده؟ جمال بغضب ايه اللي انت هببته ده؟ المأذون لسه ماشي. عادي انا حر. بنتك يا عمي ما تلزمنيش وبأسألها هي عملت فيا ايه زمان. رفضتني زمان علشان تصل لاصحابها ان هي جميلة وحلوة وبترفض كمان، وانا دلوقتي كسرتها قدام عينيكوا كلكم. جمال ساعتها ضربه بالقلم. اطلع غور بره من بيتي، انت ايه ما تستاهلش اي حد، لا بنتي ولا غيرها، لاني بنتي انضف منك. اخرج بره واياك اشوف وشك هنا تاني. نرمين بدموع وبصدمة هو اكيد بيهزر يا بابا، ياسر بيهزر صح يا بابا، ده اكيد مقلب، اكيد هيرجع ليا تاني، ده مقلب صح. رد عليا يا بابا، بيعمل فيها كده ليه؟ زينب بتضرب ابنها بالكف هي كمان. ليه عملت كده؟ ده انت كنت هتموت عليها. اموت عليها؟ اموت على مين؟ انتي مش شايفة شكلها عامل ازاي؟ ده المراية بتنكسر اول ما بتشوف نفسها فيها. نرمين بصراخ اخرس اطلع بره، انا بكرهك يا ياسر بكرهك. جمال بغضب كله بسببك يا زينب، اكيد دي خطتك، انتي اللي عامله كل ده عشان تكسري بنتي. خدي ابنك واطلعي بره، اطلعوا بره انتوا الاتنين. زينب والله ما حصل انا. جمال قطع كلامها. بره اخرجوا انتوا الاتنين. خرجوا ونرمين كانت منهارة جدا من العياط، مش مستوعبة ابدا ان ياسر حب عمرها يعمل فيها كده. اهدي يا بنتي، ده ما يستاهلش يعيش معاكي لحظة واحدة بس، انتي تستحقي حد يصونك ويحافظ عليكي، ولازم تبقى قوية اكتر من كده مهما حصل. نرمين بدموع قوية ايه بس يا بابا، انا بقيت واحدة مطلقة يوم الفرح بتاعي، الناس هتقول عليا ايه؟ اكيد هتقولي ان انا مش كويسة. جمال بحزن اهدي يا بنتي، ادخلي الأوضة بتاعتك وارتاحي، وصدقيني يوم ما هيرجع تاني انا هندمه، هيكون فات الاوان. دخلت نرمين الأوضة بتاعتها وفضلت تعيط جدا وقلعت الفستان وفضلت كمان تقطعه بالمقص. بعد شوية عند ياسر زينب بزعيق ايه اللي انت عملته ده؟ مش دي حبيبتك اللي انت عرضت كل الناس عشان خاطرها تقوم تكسرها يوم الفرح؟ ليه يا ابني كده؟ ياسر بزعيق عشان تستاهل كل اللي حصل فيها، ولو طول احطها تحت رجلي كنت عملت كده. اخرس خالص، انا مكنتش بحبها، بس لما قعدت افكر في الموضوع لقيتها فعلا بنت طيبة. الشكل يا ابني مش كل حاجة، انا زعلانة منك قوي يا ابن بطني، ربنا يصبر قلبها على اللي انت عملته فيها، ولازم تفتكر حاجة واحدة، كما تدين تدان. ياسر بسخرية ما تعمليش ان انت بتحبيها قوي كده،
وانتي اكتر واحده بتكرهيها. زينب بندم ده كان زمان، شيطان كان عماني وفقت وخلاص، وبحاول دلوقتي اصلح من نفسي. ياسر بكل برود، تحبي تعرفي انا طلقتها ليه؟ الهانم دي اول ما انتي اتجوزت باباها قلت يلا هتجوزها وخلاص. رحت وعرضت عليها ان انا اتجوزها عرفي، لكن رفضت ولقيتها ماشيه مع واحد صاحبي، ولما سابها جت لنا عامله فيها دور الشريفه. اخرس بس، اسكت خالص، انت كداب وزباله. انت واعي للكلام اللي انت بتقوله؟ بقى انت عايز تروح وتتجوزها عرفي يا ابني؟ حرام عليك واتقي ربنا. انت عارف ان الجواز العرفي ده حرام اصلا، وبتقول كمان ان هي راحت وبتمشي مع واحد صاحبك. لعلمك نرمين دي اشرف واحده، وعمرها ما بصت لاي حد. عارف ليه؟ لانها بنت متربيه، واكيد صاحبك ده هو اللي لحس دماغك وضحك عليك، واخرتها انت اللي هتندم. ياسر ساعتها بصلها بكل غموض وبتفكير كمان، وهي دخلت الاوضه بتاعتها. بعد تقريبا مرور شهرين، جمال بكل هدوء: ياسر خطب النهارده يا بنتي. مبروك يا بابا، ربنا يتمم له بخير. جمال بجمود: مش عايزه تعرفي مين هي العروسه؟ لا يا بابا مش مهم، يعني خلاص ربنا يسعده وخلاص. انا خدت قراري ان انا هشتغل وهعتمد على نفسي وهحقق الحلم بتاعي. نرمين الضعيفه مبقتش موجوده، اتغيرت خالص يا بابا، مش فارق معاها اي حد، وكفايه ان انت جنبي. جمال بحنان: ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب، وانا جنبك مهما حصل. ربنا يبارك لي في عمرك. دخلت على النت وبحثت ولقت فعلا وظيفه، فرحت جدا وسالت فعلا على الميعاد بتاع الانترفيو، وقررت تاني يوم ان هي تروح. تاني يوم: لو سمحت ما تعرفش فين مكتب المدير؟ ايه ده حضرتك بتسالي ليه؟ وانت مالك؟ انت مين يعني يا استاذ انت؟ ايه ده؟ ايه على الصبح ده؟ سابته ومشيت. نرمين وهي بتسال السكرتيره: فين لو سمحتي مكتب المدير؟ انا عندي النهارده انترفيو. حضرتك جايه تبع الشغل؟ ايوه. اتفضلي. وبدات ان هي تفحص الاسم. طيب اقعدي، هنادي عليكي دلوقتي. نرمين باستغراب: تمام شكرا. بعد شويه بتدخل وبتتعصب جدا: ياسر. اتفضلي يا طليقتي العزيزه، انت بتعمل ايه هنا؟ انا بعمل ايه هنا؟ هتعرفي دلوقتي كل حاجه. انا هنا المدير، وعرفت امبارح من السي في بتاعك ان انت جايه النهارده، وانا اللي محدد لك الميعاد ده عشان اقول لك ان انت مش مقبوله. هو حضرتك اصلا عملت لي الانترفيو عشان تحكم عليا؟ قام ياسر وقف جنبها: اصل احنا هنا ما بنشغلش في الشغل بتاعنا غير الناس المحترمه اللي تستاهل يعني، لكن واحده زيك ممكن تشتغل في كباريه؟ للاسف ما عندناش مكان لواحده زيك. نرمين بكل برود: وانا همشي لاني مش هسمح لواحد زيك ان هو يكسرني. يلا اخرجي بره. هخرج بس هتدفع تمن غالي قوي يا ياسر بيه. بتشوف نفس الشخص اللي هي قابلته اول ما دخلت الشركه. يوه انت تاني؟ الشخص بضحك: شفتي بقى، باين ان حظي حلو قوي عشان اشوفك النهارده مرتين. ياسر بتوتر قام وقف: سيف بيه حضرتك جيت امتى؟ نرمين بتبصله: ايه ده انت طلعت بتخاف قوي يا استاذ ياسر، وبترفض الناس من غير حتى ما تعمل معاها الانترفيو بتاعها. سيف بينظر ليه بكل غضب: الكلام ده صحيح يا ياسر؟ اسف جدا يا سيف بيه، مش هتكرر تاني. سيف بتفهم: اتفضلي انت يا انسه، انا مدير الشركه وانا اللي عاملك الانترفيو، اما انت بقى يا ياسر فشغلك تحت في الارشيف. اتفضل. بص لنرمين بكل غيظ. نرمين بصت له بانتصار ودخلت. سيف هو اللي قاعد على المكتب: اسف جدا على اللي حصل ونبدا من جديد. نرمين قدمت الملف بتاعها، كل حاجه مظبوطه، وفعلا تستحق ان هي تكون سكرتيره شاطره كمان وتثبت نفسها، لانها بتقدر ان هي تتكلم بكل ثقه. سيف ملفك كويس قوي، بس ممكن اعرف ايه الفتره الطويله دي اللي مخليكي يعني ما تشتغليش لحد دلوقتي؟ درجاتك كويسه وممكن تشتغلي في اي مكان. نرمين بهدوء: كان في حاجات كتير قوي ملخبطه حياتي، بس الحمد لله بدات ان انا فوق واشتغل وهجتهد ان شاء الله. سيف بجديه: تمام، تقدري تبدأي معايا من بكرة وتكوني السكرتيرة الخاصة كمان بيا. شكرا جدا لحضرتك، وانا اسفة على اللي حصل مني اول يعني ما دخلت الشركة وكلمتك بطريقة مش كويسة، وان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. مشيت وهي فرحانة جدا. في المطعم ياسر بغضب: بقولك ايه يا ريم، ابعدي عن وشي دلوقتي عشان خاطري، ابعدي عن وشي، انا على اخري ومش عاوز اتعصب على حد. مالك بس يا حبيبي؟ مش انت انتقمت منها خلاص عشان هي اصلا واحدة مش مظبوطة؟ وبعدين انا جنبك مش هسيبك ابدا. انا ريم حبيبتك صح يا ياسر؟ قلت لك ابعدي عني، انا مش عاوز اي حد جنبي، يلا امشي من هنا.
مشيت ريم وياسر لسه بيفكر ازاي ينتقم منها كويس قوي. ريم وصاحبتها: مالك يا ريم بتعيطي كده ليه؟ لسه بيحبها؟ ياسر لسه بيحبها بعد ما طلقها. انا كنت متخيله ان انا خلاص خلصت منها. اموتها يعني ولا اعمل فيها ايه؟ ياسر من حقي انا وبس. انا اللي عملت كل حاجه عشان يطلقها. انا اللي خليته يشوفها قلة الادب ومشاها مش كويس، ورجعت ووقفت جنبه عشان ينساها وبعد كده يحبها ويفكر فيها برضه. صاحبتها: اهدي بس يا ريم، مش كده يا بنتي، ما تعمليش في نفسك كده، اهدي بس عشان نعرف نفكر ونخطط صح. ريم بحقد: هقتلها واخلص منها. عند نرمين بسعادة: الحمد لله يا بابا، ربنا كرمني خلاص وهشتغل شغلانة كويسة قوي، ربنا هيعوض تعبي كله. الحمد لله يا حبيبتي، انا واثق ان انت هتوصلي وهتنجحي وتحققي كل احلامك. طول ما انت جنبي يا بابا هوصل وهنجح بدعمك ليا. طيب يلا يا حبيبتي بقى، فين الاكل الحلو؟ ولا انت هتنسيني بقى كده وانا جعان؟ ايه ده؟ من عينيا يا حاج، احلى اكل هيكون عندك دلوقتي. دخلت وعملت الاكل وهي فرحانه جدا. جمال بابتسامه: ايه الاكل الجامد ده؟ اصلا انا مش بحب اتكلم عن نفسي كتير يا بابا، الاكل ده اقل حاجه عندي. لا بقولك ايه، مش زي اكل امك الله يرحمها، كان اكلها لا يعلى عليه. كنت بتحبها يا بابا؟ امك دي حبيبتي، مراتي، مش مراتي وبس، لا ده الهوى اللي انا كنت بتنفسه، كنت بعشقها. تعرفي ان انا كنت بحبها من زمان قوي، قبل ما هي كمان تعرف. كنت بشوفها في الكليه، كنت براقبها بعينيا كل يوم، بتخطف قلبي ضحكتها كمان. انتي عارفه، كنت بخلص الشغل بتاعي بسرعه قوي وارجع لها البيت عشان بس اقعد معاها. امك دي مش هيجي زيها ولا حتى بعدها، ساكنه جوه قلبي. يا بابا يا بختها عشان لقت حد يحبها زي كده، ربنا يرحمها. تاني يوم في المكتب: سيف بجديه: نرمين تعالي انا عاوزك. دخلت نرمين بكل ثقه: افندم يا سيف بيه. سيف وهو باصص وعمال بيشتغل ومش باصص لها خالص: اعملي لي قهوه يلا وحضري لي الفطار. افندم؟ نعم؟ انت شايفني مراتك ولا حاجه عشان تطلب مني كده؟ يا ريت اقصد يعني انت مش عاجبك ولا ايه؟ بقولك اعملي لي الفطار واعملي لي القهوه زي اي سكرتيره يعني. لا متهيالي كده ان السكرتيره لها شغل تاني خالص عن اللي انت بتقوله ده، انت مش قاعد في قهوه. سيب بكل برود: اطلعي بره واعملي اللي انا طلبته منك حالا. خرجت وهي متعصبه جدا. في مكان تاني بعيد عن الشركه: ريم بشر. هي هتخرج من الشركه الساعه تقريبا 5. اول ما تخرج اضربها بالنار. ايه اضربها كده بالنار؟ هي سايبه ولا ايه؟ وبعدين لو عملت كده هتدفع كتير قوي. بقولك ايه، انت لازم تعمل اي حاجه عشان اخلص من البيت دي، هيكلفك كتير. مش مهم، انا هدفع لك اللي انت عاوزه، بس الساعه 5:15 اسمع خبر وفاتها. خلاص تمام، النهارده الساعه 5:15 هتسمعي خبر وفاتها. سلام يا قطه. عند نرمين بغيظ: اتفضل حضرتك الفطار والقهوه. سيف ابتسم: ايه السرعه دي كلها؟ كنت واثق ان انتي واحده ممتازه. حضرتك عاوز مني اي حاجه تاني؟ في اجتماع النهارده بالليل، اعملي حسابك ان انتي هتحضري معايا الاجتماع. تمام عن اذنك. خرجت لقيت ياسر في وشها، اتجاهلته تماما. لسه هتمشي مسك ايديها: انتي تغوري من هنا وما اشوفش وشك هنا تاني احسن لك في الشركه. زقته بكل قرف: لو رديت عليك اكيد هعمل لك قيمه وانت اصلا ما تستحقش. سابته ومشيت وسيف كان مراقب كل حاجه في الكاميرا. بعد شويه ياسر راح لريم. ريم بكل هدوء: ازيك يا ياسر؟ اهلا بيك يا ريم، عامله ايه؟ انا كويسه. ياسر قرب منها: ريم انا اسف على اللي حصل امبارح، ما كانش لازم ابدا اتعصب عليكي اكتر من كده، معلش، انتي مالكيش ذنب في كل اللي حصل. ريم انا كاتب كتابي لازم يكون عليكي باسرع وقت. ريم بفرحه: بتتكلم بجد يا ياسر؟ يعني انت خلاص هتتجوزني؟ ايوه طبعا هتجوزك عشان بحبك، وانت ما تعرفش قد ايه يا ياسر انا بحبك. وخدت بعضها ومشت عشان تجهز نفسها. ياسر بكل خبز: اكيد نرمين اول ما تعرف ان انا هتجوز اقرب واحده ليها هتموت من كتر الصدمه. وفضل يضحك وبصوت عالي. عند نرمين كانت بتتكلم في التليفون: ايوه يا بابا انا هتاخر النهارده في الشغل، عندي اجتماع مهم قوي، اول ما اخلص هرجع على طول. تمام يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك، انا مش عارف انا قلقان ليه للصبح. اطمن يا حبيبي، لو في اي حاجه انت اكيد اول واحد هتعرف. ماشي يا حبيبتي، كملي الشغل بتاعك وانا هحضر الاكل لاحلى بنوته في الدنيا. ده انا لو كده بقى اخلص الشغل بتاعي واجيلك هوا.
قفلت معاي وهي بتقول في حفظ الله يا حبيبي. بتبص وراها لقيت ياسر واقف. حبيبك؟ يا ترى كنت بتكلمي مين؟ اكيد حبيب القلب. ما يخصكش يا ياسر، مالكش دعوه بيا. ما انا فعلا خلاص ماليش دعوه بيكي. عارفه ليه؟ انا كنت جايه اقولك ان انا لقيت الاحسن واللي انضف منك 100 مره، وكاتب كتابي عليها بكره. والله الف الف مبروك، ربنا يوفقك. انا كنت عاوزه اقعد معاك اكتر من كده، بس بصراحه انا عندي شغل مهم قوي اهم منك بكتير. مشيت وسابته وهو كان واقف مصدوم من التغيير المفاجئ اللي حصل لنرمين. راحت لسيبي. سيبي، هو الاجتماع هيكون فين؟ هيكون بره. بره؟ ازاي حضرتك مش هيكون في شركه؟ بصي يا انسه نرمين، طول ما انت شغاله معايا لازم تعرفي ان انا اصلا ماليش مكان في الاجتماع. يعني مره يكون في كافيه، مره يكون في الشركه هنا، مره يكون في النادي، في اي مكان. ما عنديش مكان محدد. تمام يا فندم. هنمشي من الشركه امتى؟ بصي المفروض ان احنا نتحرك دلوقتي. تمام، هجيب حاجاتي هحصل حضرتك، بس يا ريت بس تبعت لي اللوكيشن. اللوكيشن ايه؟ انت اصلا هتركبي معايا العربيه، ما ينفعش، ويا ريت حضرتك تحترم قراري. تمام يا نرمين، اتفضلي. نرمين خرجت عشان تمشي، بس هو كان بيبص لها بسرحان. خرجت نرمين من الشركه وعشان توقف تاكسي، بس اللي حصل كان غير متوقع. سيف بيجري عليها. نرمين حسبي حسبي يا نرمين. نرمين بتتخض وسيف هو اللي بيقع في الارض. سيبي اسعف بسرعه، فوق ارجوك. بعد شويه الاسعاف بتيجي ونرمين كانت معاه وكانت هتموت من كتر الخوف. كانت واقفه في المستشفى ودموعها نازله. معقوله ضحى علشان خاطرنا؟ ليه يعني؟ ومين اللي كان عاوز يعمل فيها كده؟ خرج الدكتور في الوقت ده. طلعت تجري عليه. ايه يا دكتور، هو عامل ايه دلوقتي؟ هو كويس؟ الحمد لله. هو حضرتك مراته؟ ها؟ لا. طمني عليه، هو كويس يعني؟ يا ستي ما تقلقيش، الحمد لله هو كويس جدا، وشويه كده كمان وهيقدر يخرج معاكي. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. خطوات بتروح وبترجع تاني، بتدخل ولا لا، لكن خدت قرار ان هي فعلا تدخله. نرمين بدموع. سيف بيه، هو حضرتك كويس؟ انا اسفه جدا. انا اسفه جدا على اللي حصل. المفروض ان انا اكون مكانك دلوقتي، مش عارفه اشكرك ازاي. ممكن بس تهدي شويه؟ انا قدامك كويس اهو، ما حصليش اي حاجه. يا بنتي دي حاجه بسيطه. انا اسفه لحضرتك، وشكرا للمره التانية ان انت انقذت حياتي. سيف من غير وعي. انا لو اعرف ان القمر ده هيخاف عليا قوي كده كنت دخلت المستشفى من اول ما شفتك. نرمين بصدمه. ايه ده؟ هو حضرتك بتتريق على شكلي؟ لا، مين اللي قالك كده؟ ما حصلش والله. على فكره انت شكلك حلو وروحك كمان جميله. نرمين سكتت في الوقت ده. سيف ابتسم. انا كويس، تقدري دلوقتي تروحي عشان خاطر اهلك ما يقلقوش عليكي. لا، انا مع حضرتك لحد ما تخلص بس المحلول. يا رب ما يخلص ابدا. ابتسمت وقعدت جنبه في مكان ما. ريم بغضب. ريم بغضب. ازاي تعمل كده يا غبي؟ بقولك تروح تضربها هي، تقوم تضرب صاحب الشركة وتقتله. مش ذنبي على فكرة، وبعدين انا عاوز حقي دلوقتي. حقك ايه لما تنفذ الاول المطلوب منك؟ وانا عملت اللي عليا وما جاتش فيها. البيه كده شكله واقع في حبها، شكله بيحبها قوي. اخرس خالص، مش عاوز اسمع صوتك. امشي من وشي دلوقتي. الشخص بسخرية. في فرصة تانية، بس كده المبلغ هيزيد يا قطة. ما عنديش اي مشكلة، المهم اخلص النهاردة منها قبل بكرة. صعب النهاردة، خليها بكرة. سلام. لازم تموت، لازم تموت عشان ارتاح منها. بعد شوية سيف بهدوء. خلاص يا نرمين روح انتي، انا عمر صاحبي هيجي دلوقتي يروحني. لا، لما يجي انا همشي. نرمين انا. قطع صوته صاحبه. الف سلامة عليك يا بطل، مش معقول سيف بيه ينضرب بالنار عشان خاطر بنت. ويا ترى بقى مين صاحبة الحب والحنان ده كله؟ نرمين بتبص وبتوطي صوتها. انا صاحبة اللي انت بتقول عليه ده. عمر وهو بيبص لسيف. ايه ده؟ انا عكيت الدنيا صح؟ سيف هز بدماغه. عكيت الدنيا. اسف جدا يا انسه، حقك عليا، انا كنت بهزر، ما حصلش اي حاجه. سيف بيه، انا هخرج دلوقتي وهمشي. تمام، امشي انت. مشيت فعلا. ها بقى هي دي اللي شقلبت لك حالك؟ مالك يا اخويا؟ انا عرفت بقى مالك من غير ما تتكلم، ده اسمه مرض الحب. سيف بجديه. يلا خرجني من هنا. ماشي يا عم، يلا نكمل كلامنا واحنا ماشيين في الطريق. تاني يوم نرمين عند جمال كان واقف مصدوم. عايزه تروحي فين؟
خطوبة ياسر وصاحبة عمري يا بابا. انتي بتقولي مين يا بنتي؟ ريم يا بابا، صاحبة عمري، كلمتني امبارح وعزمتني على الخطوبة بتاعتها. هي وجمال. مش هتروح يا نرمين؟ لا يا بابا انا عاوزة اروح. انا فعلا ما بقاش يهمني، ومش عاوزة اي حد يكسرني من النهاردة. هروح اواجههم هما الاتنين، ان الموضوع فعلا ما بقاش في دماغي. بس يا بنتي نرمين بجمود بابا. ياسر كان دايما عاوزني يشوفني مكسورة، وعشان كده قرب من ريم، وانا مش هسمح له ابدا ان هو يكسرني تاني. بالليل في كتب الكتاب زينب ما كانتش راضية ابدا باللي بيحصل ده، وعلشان كده كانت حابسة نفسها في الأوضة. بيدخل سيف عشان خاطر ان هو زميل اصلا ياسر في الشغل والمدير بتاعه، واول ما بيشوف نرمين بيروح ليها بكل ابتسامة. القمر زعلان كده ليه؟ افندم، هو حضرتك بتعمل ايه هنا؟ معزوم على كتب كتاب صاحبي، مش ياسر صديق ليا وشغال معايا في الشركة ولا ايه؟ اه طبعا اذنك بقى عشان اشوف العروسة. نرمين بابتسامة: الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم لك على خير. ريم بحقد: الله يبارك فيك وعقبالك. نرمين كانت ساعتها بتمثل الغباء. مش ناوية بقى تقوليلي العريس يبقى مين؟ مفاجأة وهتعجبك قوي، هتعجبك قوي يا نرمين. وهنا قرب ياسر ليها وانجشها ومعاه المأذون. ايه رأيك بقى في المفاجأة الحلوة دي؟ حلوة صح؟ نرمين ابتسمت بسخرية لانها كانت عارفة فعلا المفاجأة حلوة قوي، لان كنتوا الاتنين لاقين على بعض. مشيت نرمين وهي برضو كانت حاسة من جواها ان هي مكسورة، وعشان كده الدموع كانت في عينيها. وقفها صوت كان بينادي عليها: استني يا نرمين. بتبص بتلاقي سيف. انتي نسيتي الدبلة بتاعتنا في العربية؟ معقولة؟ لو نسيتي الدبلة بتاعتي يبقى انتي كده نسيتيني. ياسر وريم بصدمة: ايه؟ وبكده نكون انتهت الحلقة التانية. يا ترى ايه اللي هيحصل في الأحداث اللي جاية؟ الأحداث اللي جاية نار. استنوني تابعوني باللايك والاشتراك، وان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام. اهلا، نورتي كاتب الكتاب. ايه رأيك بقى؟ شفت العروسة بتاعتي حلوة ازاي؟ ده اختياري، ست البنات كلهم. مش زيك. نرمين لسه هتمشي سمعت صوت من وراها. سيب بيقول لها: ايه يا حبيبتي، نسيت الدبلة بتاعتك معايا؟ ايه حبيبتك؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ مالك يا ياسر؟ تبقى خطيبتي. نرمين تبقى خطيبتي. خطيبتك ازاي وامتى؟ زي الناس. نرمين بتقرب من ودانها وتقول: ايه اللي انت بتقوله ده؟ اتكلم وقول يا سيف، ايه الكلام الغريب ده؟ البسي وانا افهمك على كل حاجة. مسكت الدبلة منه: اسفة جدا يا سيف، نسيت زي كل مرة، انت دايما بتفكرني، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. سيف ساعتها بحنان مسك ايديها، وياسر ساعتها كان هيولع. ولا يهمك يا حبيبتي، انا دايما معاكي ومش هسيبك ابدا. ياسر بغل: ازاي وامتى حصل؟ ازاي ابوكي اصلا يوافق على كده؟ نرمين بكل برود: هو ايه اللي ازاي؟ زي اي حد يعني. سيف جالي وتقدم لي وانا وافقت بيه، من حقي افرح واختار شريك حياتي. ياسر بغضبه من غير ما يحس. ويا ترى بقى سيف بيه يعرف ان هي واحده اصلا مش محترمه؟ اخرس، دي اشرف منك ومن اللي معاك دي كمان، وبكره هتندم على كل كلمه وما شوفش وشك تاني في الشركه، فاهم؟ مسك ايد نرمين وخرج تحت نظراته اللي كلها كانت مليانه بالحقد. ياسر بتوعد: والله ما هخليك ابدا تتهنى بيها، وهندمك يا سيف. في عربيه سيف نرمين بكل هدوء: شكرا على كل حاجه يا سيف. على ايه؟ دي حاجه بسيطه جدا، وبعدين انا خطبتك فعلا من باباكي، وهو دلوقتي مستني الموافقه بتاعتك، وانا كمان مستنيها. نرمين بصدمه: نعم؟ ده ازاي يعني؟ نرمين، الكلام اللي هقولهولك دلوقتي اول مره هتسمعيه، وبصراحة عشان عارف ان انت بنت مؤدبة ما كانش ينفع اجي واتكلم معاكي في الموضوع ده. رحت واتكلمت مع باباكي ودخلت فعلا من الباب. انا اول مرة شفتك حبيتك، وده معرفش اللي بيقولوا عليه الحب من اول نظرة ولا ايه بالظبط. كل اللي اعرفه دلوقتي ان انا عاوزك في حياتي ومستني ردك بفارغ الصبر. نرمين في الوقت ده حبت ان هي تدي نفسها فرصة مع سيف. سيف شخص كويس جدا، واول موقف وقف جنبها. البنت فعلا محتاجة اي شخص تحس معاه بالامان، تكون مطمنة في وجوده، حد يحس بيها من نظرة عينيها، يقدر حتى يفهمها من غير حتى ما تتكلم. يا بخت اي واحدة تحس بالامان مع شريك حياتها. سيف كان عمال بيسوق وهي سرحانة جدا، وقف العربية على جنب. سيف بتوتر من ردها: ها، وافقتي ولا ايه؟ نرمين بضحك: ايه السرعة دي؟ وبعدين سيبني افكر براحتي. اسبوع، شهر،
او سنة على حسب يعني. نعم يا حبيبتي، قدامك ساعة واحدة بس، ساعة مش اكتر، معاكي لحد ما نوصل البيت ولازم ترد عليا. نرمين ابتسمت. ايه السرعة دي يا عم؟ وبعدين مش كفاية كلمة حبيبتي دي؟ هو انت خدت عليا كده ليه؟ وبعدين اديني الوقت بتاعي. ست بجدية. تمام، هستنى ردك. بعد شوية بتوصل البيت وبتنزل. ست بحب وبصوت عالي. هستنى رد. ضحكت عليه وهو بصلها بكل حب ولطف. سيف مشي بالعربية وكمل طريقه وهو سرحان جدا وبيقول لنفسه انا اسف يا نرمين، انا عارف ان انتي اول ما تعرفي ان انا متجوز هتتوجعي، بس انا عاوزك جنبي، هصرحك بس اكيد مش دلوقتي، في مكان ما. ريم بغضب تنفس وبكرة تخطفها. انا عاوزة البت دي تكون قدامي، انا اللي هموتها بايدي. بس ده هيكون صعب قوي، والفلوس اكيد هتزيد الضعف. هدفع كل اللي انت عاوزه بس تخلص منها. تمام يا قطة. خلصت التليفون بتاعها وراحت جنب ياسر اللي كان قاعد في الوقت ده على اخره. ياسر بعصبية. انا تعملي فيا كده بدل ما انا اللي انتقم منك، انتي اللي تذليني؟ لا، ده انا هخليكي ما تفرحيش ابدا يوم واحد، لازم اندمك. ريم بحقد. ما خلاص بقى يا ياسر، هو مش خلاص ولا ايه؟ هتبعد عن حياتنا، عاوز منها ايه تاني؟ بحبها، بحب البنت دي اللي انا ربيتها على ايدي. انا اسف بجد يا ريم ان انا بقولك الكلام ده، بس بجد مش قادر انساها ابدا. ريم بشر. تمام ولا يهمك، المهم ان انا جنبك ومش هسيبك ابدا. وفي سرها كانت بتقول انا زهقت منك خلاص يا ياسر، ولازم اعمل اللي في دماغي باي طريقه. جمال بحنان. ايه الابتسامه الحلوه دي يا نرمين؟ انا من زمان قوي ما شفتش الابتسامه دي. يا ترى بقى مين السبب في الابتسامه الحلوه دي؟ سيف يا بابا. سيف؟ ها؟ هو انا قلت سيف؟ ايوه يا حبيب بابا، شكلك وقعتي في الحب ولا ايه؟ بقولك ايه، سيف شخص كويس جدا، هو اللي انقذ حياتك وبيدافع عنك دلوقتي، هو اللي يستاهل الحب ده، يستاهل تديله كل حاجه حلوه. سيف جه وطلب ايدك عشان كمان كاتب الكتاب يكون في اسرع وقت. وبصراحه كده انا حكيت له على كل حاجه حصلت لك قبل كده عشان نكون في صراحه، يعني ما نخبيش عنه اي حاجه. نرمين بهدوء. بس انا بصراحه يا بابا محتاجه وقت افكر. وقبل ما تكمل الكلمه التليفون رن، رقم سيف. نرمين بضحك. انت لحقت؟ بصراحه كده ما عنديش وقت. ها وافقتي؟ نرمين من غير تفكير موافقه وقفلت السكه. جمال بضحك. محتاجه وقت للتفكير يا بابا، وثواني وفكرتي. نرمين بكسوف. يا بابا بقى، ربنا يسعدك يا حبيبتي ويفرح قلبك يا بنتي. تاني يوم في الشركه، سيف في المكتب رايح جاي بتوتر. هي اتأخرت كده ليه؟ المفروض تكون عندي. يا ترى ايه اللي حصل بالظبط؟ اكيد اي حاجة حصلت لها. لا كده كتير، انا هتصل بيها على طول. بس بتصل بيها والتليفون بتاعها مقفول. ايه اللي حصل بالظبط؟ خلاص هتصل بعم جمال. الو، ازيك يا عم جمال؟ هي في يا ابني، في حاجة ولا ايه؟ لا يا عمي ما تقلقش، بس انا كنت بشوف نرمين التليفون بتاعها مقفول وبعدين هي اتاخرت قوي. جمال باستغراب. بس نرمين نزلت من بدري، بقى لها يجي ساعتين. طيب يا عمي انا جاي لك حالا. في المكان المهجور نرمين بخوف ودموع. انا فين؟ انا مين معايا؟ مين هنا؟ صوت جاي من وراها. بلاش دموعك دي دلوقتي، لسه بدري. انت عاوزه مني ايه؟ عايزه بصراحه كده منك سيف عجبني اكتر من ياسر بكتير. ولا اقولك انا عاوزه روحك، عايزه اخلص منك بقى. كل شويه بتقعي على واحد احسن من اللي قبله. نرمين بصدمه. طب وياسر انت بتعملي كده ليه؟ انا كنت بعتبرك اعز واحده من اصحابي، انا كنت بعتبرك اختي مش صاحبتي وبس. وانا بصراحه كده ما اعتبرتكيش ولا حاجه من الحاجات اللي انت بتقوليها دي. طول عمرك ببصلك باستغراب، واحده وحشه زيك ما حدش بيبص لها والكل حواليها بيحبها، هو انا اللي دايما مكروهه. انت عارفه انا اللي خليت ياسر يسيبك. بلاش تبصيلي قوي كده. انا هقولك على كل حاجه عشان خاطر ما تستغربيش. انا زورت شات ما بينك وما بين صاحبه، كلام ما يعلم بيه الا ربنا، ووريتهوله وهو صدقني طلع عبيط قوي وفضل يذل فيكي ويقول ان انت واحده مش كويسه، الكلام اللي انت كنت دايما بتسمعي منه. انت ازاي كده؟ انا عملتلك ايه؟ من غير اي حاجه، حبيت بس اطلع فوق. ياسر لقيته غني وعنده فلوس كتير، ففكرت ان انا احبه واتجوزه، وهو كمان كان بدأ ان هو يحبني ويموت فيا كمان. بس بصراحة كده اول ما شفت سيف اتهوست بيه
قلت اخلص عليكي وبعد شوية اخلص على ياسر واتجوز بقى نسيف وارتاح من القرف والذل اللي انا طول عمري عايشة فيه. انتي مريضة يا ريم، مش طبيعية ابدا. ريم ضربتها بالكف على وشها. اخرسي وجهزي نفسك عشان هخلص عليكي دلوقتي. اما بقى عند سيف، جمال بدموع: بنتي هتضيع مني، بنتي هتضيع مني يا سيف، هاتلي بنتي وطمني عليها ارجوك. سيف بهدوء عكس اللي جواه: رن دلوقتي يا عمي على ياسر، خليه يجي حالا. وفعلا اتصل بياسر وجه، واول ما دخل سيف هجم عليه: نرمين فين؟ اتكلم وقول. هو في يا عمي؟ انت جايبني هنا عشان انضرب ولا ايه من الشخص ده؟ سيف بغضب: نرمين فين؟ اتكلم وقول. هتلاقيها مع اي واحد تاني غيرك، ما هي مقضياها. سيف بعصبية: انت لسه مصدق كل الكلام اللي كان بيتقالك؟ يا اخي حرام عليك، انا وصلت لصاحبك وعرفت منه الحقيقة، عرفت ان ريم هي اللي عاملة كل ده. فوق لنفسك بقى. هو اعترف ليا بكل حاجة، ودلوقتي انا هعرف مكانها حالا. في رسالة جات له بالمكان. بص لجمال وقال له: عمي اطمن، انا عرفت مكان نرمين، ان شاء الله هكون بخير وهجيبها لك لحد هنا ومش هرجع غير بيها. جمال بقلق: انا واثق فيك يا ابني. ياسر بقلق: انا جاي معاك. انت خلاص عرفت المكان؟ سكت سيف وما تكلمش معاه وخرج، وياسر طلع يجري وراه. بعد شوية سيف بيوصل للمكان والبوليس كان معاه، وبيلاقوا فعلا ريم كانت واقفة. سيف بيجري على نرمين بكل خوف: انتي كويسة؟ طمنيني عليكي. نرمين بخوف: بقولك ايه، خرجني من هنا يا سيف، انا خايفة قوي. ريم بخبث رفعت السلاح بتاعها: الله الله، ايه الحب ده كله؟ سيف وقف قدام نرمين: سيبيها، مالكيش دعوة بيها. خلاص بقى مع السلامة انت بقى، طالما انت خايف عليها. ضربت بالنار، لكن سيف غمض عينيه لقى اللي وقع قدامه. سيف ونرمين بصدمة: ياسر هو اللي جه في الضربة ووقع في الأرض، والبوليس جه جري على ريم وقبض عليها. نرمين جريت على ياسر هي وسيف. ياسر بدموع: أنا آسف، أنا عرفت كل حاجة متأخر قوي، سامحيني يا نرمين. وغمض عينيه. خدوه على طول على المستشفى، والحمد لله كانت إصابة بسيطة. بعد مرور تقريبا شهرين قبل كتب الكتاب بيوم، سيف بحزن كان قاعد مع نرمين: ده السر اللي أنا كنت مخبيه عليكي، إن أنا أصلا متجوز، بس صدقيني اتجوزتها عشان خاطر ظروف خاصة، عمري ما حبيتها، وهي أصلا من يوم ما اتجوزتها وهي مسافرة. نرمين بكل هدوء: أنا عارفة يا سيف، بابا حكالي على كل حاجة وأنا موافقة. بجد موافقة؟ يا سيف، جايز يكون تفكيري مختلف، إن أنا أسمح لواحدة تانية إن هي تشاركني فيك، بس ما أقدرش أقول غير إن أنا بحبك وعارفة الظروف اللي أنت اتجوزتها عشان خاطرها، وعلشان كده أنا وافقت بيك. سيف بابتسامة: وأنا مش عاوز غيرك. يوم كتب كتاب: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. جملة سمعتها حسيت إن أنا أول مرة أسمعها. سيف ساعتها خدها في حضنه: ألف مبروك يا حبيبتي، الله يبارك فيك يا حبيبي. خدها سيف على الفيلا بتاعته. نرمين بانبهار: الله، إيه البيت التحفة ده؟ أنت عايش فيه لوحدك؟ أهلي كلهم سافروا وكلهم برا دلوقتي، وانا يا ستي عايش لوحدي، والحمد لله ان انتي جيتي تونسيني. انا جنبك ومعاك، يعني جاهزة ان احنا نبدأ حياتنا مع بعض، وهعمل كل اللي اقدر عليه عشان خاطر اسعدك. بس ايديها بكل حب. تاني يوم نرمين بتتفزع على صوت هبد الباب. البنت بغضب: يا خطفت الرجالة، هي فين اللي خطفت جوزي؟ واول ما لمحت نرمين طلعت جارية وخدتها من شعرها. سيف بغضب: انتي اتجننتي، ابعدي عنها. رشا بغل: بقى بتزعلي عشان خاطر البت دي؟ لفت عليك واتجوزتك وانا مسافرة. البيه كان طبعا مفهمك ان هو مش طايقني ومش بيحبني، وانا عملت فيه اللي ما يعمل، ومن يوم ما اتجوزني وهو ما بيحبنيش. مش ده الكلام اللي قالهولك؟ سيب بكل برود بره، استني تحت، ويا اللي هتشوفي مني تصرف مش هيعجبك ابدا يا رشا. حاضر، هستنى تحت. نزلت بغل، لقت حماتها قاعدة. رشا بتمثيل: عاجبك كده يا ماما؟ بقى يتجوز عليا ويرميني انا بره؟ بيقول لي سافري وعيشي حياتك ولما ارجع الاقيه متجوز؟ دي اخرتها يا حماتي. كل ده ليه؟ عشان ماليش اهل. وانهارت طبعا من العياط. عزة بهدوء: عصبيتك دي يا بنتي مش هتفيد اي حاجة، سيبيها ليا بس وانا هتصرف معاها. رشا بخبث وهي بتمسح دموعها:
يا رب يا رب ترجعي لي بس حقي. اما بقى عند نرمين كانت قاعده وعماله بتعيط. سيف خدها في حضنه. اهدي وانا هتصرف يا نرمين، صدقيني مش هسكت ابدا غير لما اخدلك حقك. نرمين بصت له بصمت، بس دماغها بكل حنان ونزل تحت. نزل بغضب اول ما لقى رشا قاعده مع مامته. ايه اللي حصل فوق ده؟ ليه عملتلك ايه عشان تعمل فيا كده يا سيف؟ بقى هو ده جزائي ان انا اصبر واتحمل كل ده علشانك؟ سيف ساعتها صوته بيعلى بيهز اركان البيت. ما بلاش الشويتين دول بقى يا رشا، دلوقتي بقى تعملي فيها ان انتي بتحبيني. رشا بلهفة انا فعلا بحبك وانت عارف كده كويس. دلوقتي بقى هتطلع فيا القطط الفطسان يا سيف؟ نسيت كل اللي انا عملته علشانك. عزة حماتها بتأثر. اهدي يا حبيبتي اهدي، انتوا مش حاسين بيا يا حماتي ولا هو كمان حاسس بيا. لو عاوزاني اطلقك انا مستعد، وهكتب لك مؤخر كويس جدا برقم هيرضيكي. انا عارف ان انتي بتموتي في الفلوس. رشا بخبز للدرجه دي انا رخيصه في نظرك ولا ايه؟ سهل كده عندك ان انت تطلقني بالسهوله دي؟ عزة بعصبيه. لا يا بنتي ولا مش هسمح بكده ابدا، مستحيل يطلقك. بعد اذنك يا ماما انا مش بكلمك دلوقتي. رشا عندك حل من الاتنين، يا اما تطلعي لمراتي وتعتذري لها حالا، يا اما ما اشوفش وشك تاني. ايه اعتذر لها؟ انا اعتذر لها؟ عزة بغضب. هو في يا ابني؟ هي البت دي عاملك عمل ولا ايه؟ انت مالك كده؟ انت كده هتخليها تستقوى علينا بعمايلك دي. سيب بغضب. قلت لك يا ماما لو سمحتي ما تتكلميش دلوقتي. وجه كلامه رشا. قررتي ايه؟ هتطلعي ولا تطلقي؟ انا بجد مصدومه، انا مش قادره اصدق ابدا بقى انت تعمل فيا كده. ده جزاء صبري واخلاصي ليك، ده جزاء حبي. تمام، يعني مش هتعتذري لها وانا مش هطلقك يا رشا. ابتسمت ساعتها وكانت فرحانه قوي لما قال لها ان هو مش هيطلقها، وتحولت الابتسامه بتاعتها لصدمه كبيره اول ما ضربها بالكف على وشها. ايه ده؟ انت بتضربني يا سيف؟ كل ده عشان تحترمي مراتي ودخولك علينا ما يتكررش تاني احسن لك. بصيت له بكل غل. لا يا ابني بقى، البت دي اكيد مش عامله لك عمل بس، ده عامله لك مصيبه سودة. معقول احمق عليها كده ليه؟ هي مالها خطفت الرجاله دي؟ سيب بكل هدوء، بحبها يا ماما. رشا بغضب. دي واحده رخيصه، واحده تبقى خطفت رجاله وتقول ان انت بتحبها؟ لا اكيد مش سهله ابدا. بقى كده يعني مفيش فايده فيكي؟ طب يمين طلاق، لو ما طلعتي دلوقتي تتاسفي لها لا تكوني طالق بالثلاثه. رشا بخضه. خلاص هعتذر لها. انا هطلع دلوقتي يا سيف واعتذر لها على كل اللي حصل. عزة ساعتها بصت لابنها بعدم رضا وطلعت عشان خاطر تشوف نرمين كانت قاعده في الارض وعماله بتعيط. نرمين بدموع بتبص لقت سيف ساعتها حس بنغزه في قلبه بسبب شكلها. راح ليها. قومي يا حبيبتي تعالي. قعدت بكل هدوء. اتخضت اول ما شافت رشا. ايه ده؟ هي ايه اللي جابها هنا تاني؟ عزة بهمس رشا. شفتي بتتساوك عليه ازاي؟ البت دي لعبة محدش عارفها غيرها هي بس. شكلها مستاهل ابدا، بس على مين؟ ده انا هوريها. انا حماتك يا حبيبتي وبعتذرلك. رشا برضو معذورة، لو انت مكانها اكيد برضو يعني كنت هتعملي اللي هي عملته. واحدة وخطفت رجالة وخدت جوزها، وخصوصا كمان لو الواحدة دي مش حلوة. سيف بص لمامته نظر خلتها تسكت. رشا بحقد. حقك عليا، انا بعتذرلك. انا ما قدرتش امسك نفسي لما لقيت جوزي بيتجوز عليا اللي انا بصراحة بحبه، وانا متأكدة ان هو بيحبني. سيف بغضب مكتوم. روحي جهزي الاكل يا رشا وما تجيش هنا الأوضة دي التاني. رشا مشيت وعزة نادت عليها. استني يا حبيبتي انا جاية معاكي. ولما مشوا قعد جنبها. حقك عليا، انا اسف بجد، ما كنتش اتوقع ابدا ان هما يرجعوا تاني. بعد شوية سيف كان قاعد عمال بيهزر مع نرمين اللي كانت فرحانة جدا باهتمامه واسلوبه معاها، وكانوا غافلين تماما على العيون الحقدة المتوعدة ليهم. رشا بغل. شوفي يا ماما بتتساوك ازاي وبتتدلع. سيبيها تتدلع براحتها، ده انا هدلعها اكتر، بس اصبري بس عليا. تاني يوم عزة بخبز. سيف يا حبيبي باباك عاوزك ضروري، لازم تسافروا يومين بس عشان خاطري، لازم تروح له. عارف يا ماما هو كلمني وهروح له. ما وصلكيش بقى على نرمين، هي في عينيكي في عيني يا حبيبي. مشي ونرمين كانت بتبص لحماتها بابتسامه، لكن عزة كانت بتبص لها بكل قرف. عند رشا
بقى انا يا حماتي مش قادره انسى ابدا، بقى انا اقعد اعتذر لها البت المعفنه اللي بره دي؟ ومش كده كمان بيضربني عشان خاطر ايه؟ يا حسره قلبي. فعلا يا بت، نظرته ولهفته ليها مش طبيعيه ابدا، تكون فعلا عامله عمل ولا ايه؟ انا خايفه تكون هي الكل في الكل ونبقى احنا تحت طحها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا ده انت متعرفنيش انا ممكن اعمل ايه، انا هطفشها. اتفرجي عليا انت وبس، وانا معاك يا حماتي مش هسيبك. عزة بصوت عالي: نرمين. نعم حضرتك، اساعدك في حاجه؟ عاوزاكي يا حبيبتي تدخلي المطبخ كده، المطبخ مستنيكي. اعمل فيه ايه يعني؟ هتنضفيه؟ عاوز اشوف مرات ابني بتعرف تعمل ايه. حاضر، هعمل كل حاجه. دخلت المطبخ وهي فرحانه جدا، بتبص لقت حالته مش تمام ابدا، مواعين كتير وحاجات مكركبه ومش نظيفه ابدا. عادي، كل لاجل سيف، هعمل اي حاجه عشان خاطر ان هم يرضوا عني. بعد وقت خرجت: هي يا حماتي انا خلصت، تعالي شوفي المطبخ. مش بطال. لسه بقى مدخل الفيلا بس. ما بسش يا حبيبتي، ما ينفعش اجيب خدامه وانتي موجوده. وبعدين انا عاوزه اعرف انتي بتعرفي تعملي ايه وما بتعرفيش تعملي ايه. طيب ما تخليها هي تروح المدخل وانا اعمل الاكل. تقصدي رشا يعني؟ لا يا حبيبتي، اصل هي تعبانه. ولا اجي انا اساعدك وانتي عارفه ان انا تعبانه؟ لا هعملها انا. ارتاحي انتي يا حماتي، بعد اذنك. بعد شويه واحده ست دخلت والشوز بتاعها كان وحش جدا. نرمين بعصبيه: ممكن حضرتك تقلعي الشوز؟ انا طالع عيني في المكان، حرام عليكي كده. ما عبرتهاش ودخلت. ايه قله الذوق دي؟ الست بصت لها: ايه ده؟ ايه الصوت العالي اللي طلع مره واحده؟ ايه الكلام اللي انت عماله بتكلميه ده؟ ما تنضفي وانت ساكته. ده انا اتهدى حيلي وحضرتك شايفاني وانا بنضف، ودخلت بالشوز بتاعك وسخ في المكان، وسخ لي كل المكان تاني. عزة بعصبيه دخلت: في ايه؟ مالك يا نرمين؟ صوتك عالي كده ليه؟ الست بقرف: مين دي يا عزة؟ ايه القرف ده؟ دي الخدامه الجديده. اخر زمن صحيح، الخدامين يتطاولوا على اسيادهم. نرمين بكل هدوء: على فكره انا مش خدامه، انا مرات سيف. عزة بغل: ايه قله الادب والكذب ده؟ مامتك فعلا نسيت تربيكي. انا ما اسمحلكيش ابدا ان انت تقولي عليا كده، انا متبهدله من الصبح، ده بدل ما تقولي لي كلمه تكبر بخاطري. انت بتعلي صوتك عليا ولسه بتمد ايديها. ايدين مسكتها. امي، تعالى تعالى الحقني يا سيف، شوف امك وهي بتتهان قدام الغريب. ومن مين؟ من مراتك. لو مش عشان خاطر ان انا مامتك، عشان خاطر يا ابني ان انا كبيره في السن ومش قادره. نرمين بدموع وبصوت عالي: ما حصلش، هي اللي نازله تهزيق فيا طول النهار وهداني في غسل المواعين والكنس والمسح. ودلوقتي طنط بتدخل وهي اصلا لابسه الشوز بتاعها مليان طين، وانا بقول لها ما ينفعش تعملي كده. ولما سالت مامتك بتقول لها مين دي، قالت لها الخدامه الجديده. انا خدامه يا سيف؟ سيف غضب: صوتك عالي قوي يا نرمين، هو ده اللي همك دلوقتي؟ يعني بعد اللي انا قلته كله انت ما اتحمقتش الا على الصوت العالي بس؟ عذب خبز، شفت طريقتها يا ابني؟ كلامها كله كده. عمتك واقفه اهي، واسال كمان راشا. انا تعبانه منها جدا وجبت اخري منها. بقول لك ايه يا سيف، يا انا يا هي، يا اما تختارها يا ابني يا تختارني انا، ولو انت اخترتها لن تبني ولا اعرفك ليوم الدين. نرمين ساعتها حست ان روحها بتتسحب، ممكن ان هو يطلعها في الوقت ده ويتخلى عنها. سيف بكل برود: حاضر يا ماما، انا قررت. بص لنرمين وقال: يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط في الحلقه اللي جايه؟ تابعوني باللايك والاشتراك وان انتوا تفعلوا الجرس عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل ما بين نرمين وسيف. ويا ريت كمان تكتبوا لي كومنت بالتوقعات اللي انتوا هتتوقعوها، هو هيعمل ايه بالظبط؟ يا ترى هيختار مامته ولا مراته؟ بص لها وقال لها: نرمين لم هدومنا، يلا يلا خلينا نمشي لحد ما ادور العربيه، هنمشي من البيت ده. هعذب صدمه وصريخ: يعني اخترتها هي؟ ليه يا ابني؟ ليه تختارها؟ عاوز تسيب امك وتبعد عنها؟ سيب بغضب: اللي ما يحترمش مراتي يا ماما يبقى ما يحترمنيش، وكرامه مراتي من كرامتي. يعني ايه؟ هو حد دسلها على طرف بعد كل اللي قلتهولك يا سيف؟ ده يا ابني اللي مزوداها على الاخر ومش محترمانا. امي، انا كنت واقف من زمان وسامع كل حاجه، وشايفك وانتي بتعامليها معامله الخدامين فعلا. ده انا موصيك عليها يا امي، دي امانه سايبها لك قبل ما اخرج وقلت لك خلي بالك عليها.
هي سحرالك ولا ايه يا ابني؟ وبعدين وطي صوتك، ده انا مامتك، هتعلي صوتك على مامتك؟ غمض عينيه بعصبيه. قطع كلامه دخول راجل كبير. في ايه صوتكوا عالي كده ليه؟ عزة اول ما شافته عيطت وهي بتقول تعالى يا حاج، تعالى شوف ابنك، جه اليوم اللي بيزعقلي وبيطلعني وحش عشان خاطر مراته، بيزعق لامه عشانها يا حاج. ابوه بصوت قوي مزعل امك ليه يا سيف؟ ولا انت عاوز تعمل مشاكل وخلاص؟ احنا على طول سايبينك تطفش من مكان لمكان. لقيتها حاجه طول الوقت كده ان انت سايب ده، وبعدين مراتك الغلبانه اللي انت اتجوزت عليها دي اللي مرميه فوق. سيف بخذلان. كويس قوي يا بابا ان انت عارف ان انت طول عمرك كنت انت اللي سايبني، مش انا اللي سبتك، وجه الوقت اللي انا اللي سيبك. ابوه بغضب احترم نفسك، هي غسلت لك مخك ولا ايه؟ انت عاوز تكون جوز الست؟ سيف بغضب بابا ما اسمحلكش، انا خلاص ما بقتش صغير، ما بقتش لعبه، جوزتني قبل كده رشا وسكت، لكن نرمين لا. واظن ان انت عملت كده بباباك الله يرحمه، جدي يعني. التاريخ بيعيد نفسه، لما انت كنت بتحب امي اللي عملته فيه انا عملته، وانا بحب نرمين ومش هسيبها ابدا. ابوه سكت في الوقت ده، بص لسيف لنرمين اللي كانت ساعتها منهاره من العياط، قرب منها وبصوت واطي اهدي ما تعيطيش، ومسح دموعها. يلا يا نرمين. ابوه بهدوء اللي حصل مش هيكرر تاني يا ابني، افهم بس، خليك هنا ما تسيبناش. بابا لو سمحت انا هاخد مراتي وهروح الشقه التانيه، المكان ما يتوهش، انت عارف العنوان. انا ما ينفعش ابدا اقعد بعد اللي حصل لمراتي، لان اللي ما يحترمهاش كانه بالظبط ما احترمنيش، ومش هقعد هنا. بابا بغضب وانا مش هسمح لك ابدا ان انت تسيب البيت وتمشي. عزة بدموع قربت منه. هتسيبني يا سيف؟ انت ابني الوحيد، ماليش غيرك، حقك عليا يا ابني. وبصت لنرمين بكل حزن. بقولك يا حبيبتي انا اسفه على كل اللي حصل، انا مش هستحمل ابدا بعد عني، عشان كده بقولك ارجوكي تحايلي عليه، خليه يقعد، ما خلوش يمشي. نرمين صعبت عليها واتحايلت فعلا على سيف مامتك محتاجالك قوي، لازم تكون جنبها. صدقني يا سيف انا مش زعلانه. عزة قربت من سيف وحضنته جامد جدا وهي عماله بتعيط. عاوز تسيبني يا سيف؟ يهون عليك زعل امك؟ عيطت بكل انهيار. سيف ساعتها بس راسها. لا يا ماما ما تنيش عليا، بس لازم تعرفي ان انت يوم هتزعليها انا اللي هزعل. ابوه باعجاب. ايه ده؟ شكل البيت اترتب قوي واتغير، مين اللي عمل كده؟ عزة بسرعه، دي رشا هي اللي عملت كده. سيف ساعتها هز براسه وهو بيضحك بكل سخريه. مش هتتغيري يا امي، هتفضلي زي ما انتي. بعد شويه بيقعدوا ياكلوا ورشا بتنزل بكل برود. سيف بيبص لنرمين. خدي يا حبيبتي كل دي من ايدي. وبعدين انتي ما بتاكليش كويس ليه؟ نرمين بكسوف. ما انا باكل اهو يا حبيبي. عز بغيظ. عيب كده يا سيف، عيب، المفروض ان انت تعدل ما بين مراتاتك. سيف بهدوء. هو انا كده ما عدلتش يا ماما؟ خلاص بقى يا عزة، في ايه؟ ما هو قاعد ساكت اهو، انت عاوزه تعملي شكل انت كمان؟ في ايه يا شريف انت بتتكلمني انت كمان كده ليه؟ انت مش شايف ابنك بيعمل ايه؟ رشا دي تبقى مراته والمفروض ان هو يتقبلها. يو بقى يا ماما، انت عارفه ان اول ما رامي يرجع هطلقها بالثلاثه. نرمين بيستغرب ومش فاهمه اي حاجه. شريف بغضب. خلاص بقى يا عزة قلتلك. عزة بتبص بقرف. خرست اهو. سيف خد نرمين وطلع الاوضه بتاعته. نرمين باستغراب. ايه حكايه رامي دي؟ مين رامي اللي انت اتكلمت عنه ان هو اول ما يرجع هتطلق رشا بالثلاثه؟ سيف بكل هدوء. بصراحه كده انا اتجوزت رشا لاني للاسف اخويا الصغير ضحك عليها وهرب، وعشان هي ملهاش اهل اتجوزتها، بس لقيتها واحده بتحب الفلوس زي عينيها وبتحاول ان هي تقرب مني بطرق رخيصه، عشان كده صفرتها بره مع بابا وماما، ومستنيين دلوقتي رامي اول ما هيرجع انا هرجعها له وخليه يتجوزها من غصب عنه. نرمين بفرحه. يعني انت ما بتحبهاش ولا حتى جيت جنبها يا بنتي؟ انا بحبك انت حبيبتي وحياتي وقلبي يا نرمين. نرمين كانت قاعده ومبسوطه جدا من اللي بيحصل. عند ياسر. زينب بكل هدوء. بقولك ايه يا ياسر يا ابني، جمال عاوز يرجعني. ارجعي له يا ماما، ما تبقيش زيي تضيعي النعمه من ايديكي. انا وانتي غلطنا في حقهم كتير قوي، ربنا يعوض عليك ويسامحك ويسامحني كمان يا ابني. يا رب يا امي. اما بقى عند رشا بتمثيل. حماتي الحقيني يا حماتي، انا عرفت كل حاجه عن البنت اللي اسمها نرمين دي. في ايه؟ مالها ايه اللي حصل لها؟ الحلوه مطلقه في يوم كاتب كتابها.
جوزها الاولاني طلقها يوم الفرح في نفس اليوم، لان عرف ان هي ماشيها مش كويس، ولافت على سيف لما اشتغلت معاه ووقعته في حبها. عذب صدمه. ايه، متطلقه كمان يا مصيبتي؟ ايوه يا ماما، شفتي بقى، احنا لازم نعمل اي حاجه للبت دي، لازم سيف يرميها. عزة قامت بكل غضب وراحت الأوضة بتاعتها. شريف كان قاعد وماسك الجريدة. عزة بغضب: الحق المحروس ابنك رايح يتجوز واحدة مطلقة ومشيها بطال. عارف كل حاجة، ابني جه فاهمني على كل حاجة، بقى اسكتي. ايه قالك على الموضوع ده؟ البت دي لازم تمشي. انت عارفة بجد مين اللي لازم تمشي؟ راشا. ولا هي بقت حلوة دلوقتي؟ عزة برفع حاجب. رشا أحسن منها 1000 مرة. لا، واضح بجد إنها أحسن منها. ده ابنك ضحك عليها وهرب. ولو هي واحدة محترمة ما كانتش غلطت مع ابنك، وابنك الكبير هو اللي شال الليلة كلها. شلشلة مش شيلته، وجاية تقولي إنها خلاص بتحب سيف. عز بهدوء: يعني إيه؟ يعني خلاص اسكتي. أسكت؟ خلاص هسكت، ما بقاش حد أصلا طايق صوتي. نرمين كانت نازلة وسيف ساعتها خدها لحضنه. سيف: بقولك ايه، سيبني، احنا مش لوحدينا في البيت. انتي مراتي، في ايه؟ فجأة سمعت شقة كبيرة جدا، بتبص وراها لقت رشا. عاملة نفسك مكسوفة قوي. رشا ساعتها هجمت عليها: يا سافلة يا قلة الأدب، بقى انتي عاملة مكسوفة وفرحانة قوي بلهفته عليكي يا خطافة الرجالة. سيف ساعتها بعد عنها: انتي اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ سيبيها، سيبني، انا لازم اعرفها مقامها. وبدأت ان هي تشدها من شعرها وفضلت تجرها في الارض. سيف بغضب: اخرسي بقى، اسكتي، سيبيها في حالها. اسيبها في حالها ازاي وانت عمال تحب فيها ليل ونهار؟ انا ما شفتش ربع نظرة من اللي انت بتبصلها لها يا اخي، حرام عليك. سيف شدها بكل عنف: راشا روحي وانت طالق بالتلاتة. انت بتتحجج يا سيف، صدقني كنت عارفة ان ده لازم هيحصل، بس مش هسيبك ومش هسكت يا سيف، وهوريكوا انتوا الاتنين. سيف قطعها وضربها بالقلم: اخرسي خالص ووطي صوتك، انا ماسك اعصابي عليكي بالعافية، يلا لمي هدومك وروح يلا على بيت جدك. انا هعرف اتصرف معاكي كويس قوي، واللي انتي عملتيه النهارده مع مراتي صدقيني مش هعدهولك بالسهل، غوري يلا. نرمين وقفت: استني. رشا باستغراب: عاوزه مني ايه؟ عاوزه حقي، انتي ضربتيني دلوقتي علقه موت ولازم هديهالك. رشا لسه هتتكلم، مسكتها نرمين من شعرها وفضلت تنزل فيها بالضرب بالاقلام. وسيف كان واقف مبتسم وفرحان جدا. عزة بتيجي وشريف كمان: في ايه؟ هو اللي بيحصل؟ رشا بصريخ: ابعدي عني يا خطافة الرجالة. كنت عاوزة تبوظي سمعتي صح؟ انا هوريكي دلوقتي الحقيقة بتاعتك. زقتها بغضب وطلعت التليفون بتاعها. نرمين بغضب: دي الحقيقة بتاعتك يا زبالة، فلاش باك. نرمين كانت طالعة الأوضة بتاعتها تجيب مية، سمعت صوت رشا وهي بتتكلم في التليفون. رشا بغضب: يعني ايه؟ انا امثل على رامي واقول ان هو ضحك عليا عشان خاطر اتجوزه واخد الفلوس بتاعته واهرب، واجيب دكاترة كلهم كدابين وادلة كلها كدابة، والبي يهرب يوم فرحنا، وبعد كده اتجوز سيف واقول ان هو الكل في الكل. تيجي واحدة ما تسويش وكمان شكلها وحش جدا يقوم يتجوزها؟ انا مش هسمح بكده ابدا. المجهول ساعتها قال لها: اقتليهم. ايه؟ اقتلهم؟ خلاص، ده انا هسمهم كلهم واخلص منهم من اولهم لاصغرهم. ونرجع تاني لارض الواقع. عزة كانت واقفه مصدومه وشريف كان بيبص لسيف. راشا كانت بتبلع رقها من كتر الخوف. عزة بصدمه: ايه يا راشا التسجيل اللي احنا سمعناه ده كل الفتره دي وانتي بتضحكي علينا؟ راشا بتوتر: لا يا حماتي، الفيديو ده اكيد مزيف. سيف ساعتها بينادي على الرجاله بتاعته: صابر صابر. ايوه يا باشا. البنت دي تترمى في المخزن. راشا بصويت: لا يا سيف، كله الا المخزن، ارجوك خدوها يلا غصب عنها. فضلوا ان هم يشيلوها وهي عماله بتصرخ. عزة بصت لنرمين بسكوت ومشيت من غير ما تقول ولا كلمه. ابتسم سيف ليها بكل حنان. بعد اسبوع عزة اتجاهلت تماما وجود نرمين، وشريف قرر ان هو ما يسيبش ابنه تاني. في يوم نرمين كانت جايه ومبتسمه قوي: بابا، طنط، مرات ابويا عزمانه على الغدا، ايه رايكم نروح؟ سيف بانشغال: ماشي يا حبيبتي، هخلص الورق ده ونروح على طول. نرمين جت جنبه:
سيف انا كنت عاوزه اقول لك ان هناك هلاقي ياسر. ياسر هيكون هناك. عادي يا حبيبتي، ما تقلقيش. انت يعني مش هكون متضايق؟ لا يا حبيبتي، مش هتضايق، لاني واثق فيكي جدا وفي حبك ليا كمان. وبعدين ياسر خلاص شالك من دماغه وبقى في حاله، يعني ما بقاش يتخاف منه. نرمين ابتسمت وهي بتقول لنفسها فعلا ربنا بيعوض. شدها لحضنه. انا سمعتك على فكره، اجمل عوض ليا انا كمان. اما بالليل زينب بابتسامه، عامل ايه يا جوز بنتي؟ الحمد لله. نرمين كانت فرحانه قوي. انت عارفه يا مرات ابويا ده مش مخليني محتاجه اي حاجه. طب يلا بقى جدعانه، عاوزين حفيد كده نلعب بيه. نرمين ساعتها وشها احمر. في البلكونه سيف كان واقف بابتسامه. والله يا عمي بنتك في عينيا، ربنا يخليكوا لبعض يا ابني. انت عارف ان ياسر رجع يعيش معانا تاني واتغير، ما بقاش زي الاول. الحمد لله، لانه بعد عن اصحاب السوء اللي كان ماشي معاهم، بوظت له حياته. عندك حق يا ابني، عندك حق. نرمين كانت قاعده، قامت بدل مرات ابوها عشان خاطر تجيب الحلويات. بتبص لقت اللي مسك ايديها. ايه ده ياسر؟ ايوه يا ياسر، وحشتيني قوي يا نرمين. انت اتجننت؟ لا عقلت. انا بحبك، انا عاوزك ترجعي لي، وانا هطلقك منه وهتجوزك انا. عيب عليك كده، انا واحده متجوزه وبعدين بحب سيف جدا. انا فكرتك ان انت اتغيرت، بس فعلا الكلب ده عمره ما يتعدل. ياسر كان بيحاول يقرب منها، لقى اللي هجم عليه. نرمين بصدمه. سيف بيضرب ياسر، وياسر بيطلع سكينه صغيره من جيبه وغرسها في قلب سيف. نرمين بصراخ سيف. قامت من النوم وهي مفزوعه، بتاخد نفس بخوف. سيف بخوف، في ايه مالك؟ نرمين بدموع. حلم كان وحش قوي، كان كابوس. حلمت ان احنا رحنا لاهلنا وياسر قتلك. سيف بضحك. ايه يا بنتي الاحلام الورديه دي؟ ما احنا جينا من شويه ورحنا فعلا واتغدينا هناك وياسر ما كانش موجود. نرمين بدات تفتكر. صح، ايه ده، ما احنا رحنا واتغدينا هناك وهو فعلا ما كانش موجود. ضحكت وهي مستغربه جدا. امال ايه الحلم اللي انا حلمته ده؟ ده الحلم اللي انت كنت بتفكري فيه، الحاجات اللي انت خايفه منها. ما تخافيش، انا جنبك ومش هسيبك. سيف بهدوء. انا عاوز اقولك سر ايه؟ انا بكون عقيم. يعني ايه؟ يعني مش هتقدري تكوني ام، مش هينفع، مش هيكون عندنا ولاد. يعني ايه برضو؟ مش فاهمه. يعني انا زمان حصلت لي حادثه اتسببت في عقمي، يعني انا مش هقدر اخلف تاني. نرمين بنيار. انت بتعيط ليه؟ ليه بتعيط؟ الموضوع مش فارق معايا خالص، وبعدين انت هتعمل عمليه وهنخلف عيال كتير قوي، ثق بربنا وانا معاك ومش هسيبك ابدا. ونعم بالله. اوعديني ان انت مش هتسيبيني ابدا، اوعدك يا حبيبي. عدى كام يوم ونرمين كانت قاعده ساكته وما بتتكلمش كتير كالعاده. بص لها وكان خايف من رد فعلها. نرمين، انت ما بتتكلميش كتير زي الاول ليه؟ اقول ايه؟ سيف بص لها كل حنان وسرح في عينيها. بتحبيني يا نرمين بعد كل اللي قلتهولك؟ اكيد طبعا بحبك. انا ساكته عشان بفكر ازاي ان انت تعمل عمليه. لازم تعملها يا سيف. سيبيني افكر. بعد شهرين في مكان ما. عذب هدوء. عاوزه ايه يا راشا مني؟ بعتيلي ليه؟ راشا وهي مربوطه؟ انا ما عملتش حاجه يا حماتي، ما عملتش حاجه، ارجوكي اخلصي. عاوزه ايه يا راشا؟ زي ما طردني وطلقني. اكيد البنت دي اول ما يخلف هينساكي يا حماتي، وهيطردك انت وعمي بره. بس ابني ما بيخلفش. عارفه كمان في خطه ممكن نعملها انا وانتي. صدقيني يا حماتي لو عملناها هنخلص منها للابد، هنخلص من اللي اسمها نرمين دي. عذب سخريه. انا مش هعمل اي حاجه في مرات ابني. فوقي بقى من مرضك وقرفك اللي انت فيه ده انت يا شيخه مرضتيني. سابتها ومشيت وخرجت وراحت المخزن. اما بقى عند نرمين بهدوء. انا عاوز انزل معاك الشركه. لا مفيش نزول، جبت سكرتيره جديده. يعني ايه؟ انا حابه اكون جنبك وبعدين يكون لي كياني. نرمين خلاص، لما اجي بالليل هنبقى نتكلم في الموضوع ده. سلام. سابها وخرج وهي كانت مستغربه جدا من التغيير بتاعه المفاجئ. نزلت لقيت عزه كانت قاعده. نرمين بحزن. هو انا ممكن اتكلم معاكي شويه؟ تعالي يا نرمين. انا ما عملتش ليكي اي حاجه وحشه، ليه بتعامليني كده؟ مع اني حبيت سيف جدا وشايلاه جوه عينيا وبتمنى ليه الرضا. انا ما عنديش ام واتمنى تكوني زي امي بالظبط. كان استقبالك ليا مش حلو. طب ليه ما فكرتيش لو عندك بنت يعني مكاني، يعني كنت هترضى عليها بكده؟ عزب سخريه بنتي.
بنتي ما كانتش هتتجوز واحد متجوز، حبيته وما كنتش اعرف. هو قال لي قبل كتب الكتاب على طول وحكالي على كل حاجه، ما قدرتش لاني بجد حبيته. عارفه ان انتي بتحبيه، باين عليكي، وبصراحه حقك عليا يا بنتي. انا زعلتك مني، انا غلطانه وحقك عليا. مسحت دموعها بابتسامه. بس قولي لي مالك، شكلك متغير. حاسه ان سيف متغير معايا قوي، رافض ان انا انزل الشركه معاه، مع اني حابه ان انا ابني كياني واكون جنبه طول الوقت. عازه بتفكير. طب انا عندي فكره، ايه رايك دلوقتي تروحوا لي الشركه وتعملها له مفاجاه وتطلعوا تتغدوا مع بعض؟ عندك حق يا حماتي. ما بلاش بقى حماتي دي، خليها ماما. خلاص يا ماما. بعد شويه نرمين دخلت الشركه، ما لقيتش الموظفين، استغربت جدا وطلعت المكتب بتاع سيف، لقت بنت قاعده على رجليه بشكل مش كويس ابدا وهو مبتسم. نرمين بصدمه. سيف؟ نرمين. عشان كده وانا اقول مالك متغير معايا، عشان كده انت بتخوني يا سيف. البنت بدلع. انتي مراتك دي يا سوفو، دي وحشه قوي. كويس ان انت هتطلقها وهتتجوزني انا. نرمين اغمى عليها. نرمين جري وشالها بخوف وخدها على المستشفى. بعد شويه الدكتور الف مبروك، المدام حامل. سيف بصدمه. ايه حامل؟ هو انا مش قلتلك قبل كده ان انت خفيت يا سيف بيه؟ سيف بدموع نزلت منه فرحه. الحمد لله، ممكن اشوفها؟ اكيد طبعا، اتفضل. داخل لقاها قاعده بصمت. سيف بفرحه. مبروك يا حبيبتي. طلقني؟ ايه؟ بقولك طلقني. واحد خاين زيك وضحك عليا. انت فاهمه الموضوع غلط، صدقيني كله تمثيل. مش مصدقاك. طلقني، بقولك طلقني يا اما هخلعك. انا مش عاوزاك، سيبني. فضلت تصوت وبصوت عالي. الممرضه دخلت. حقنه بسرعه، اي حاجه مهدئه. كفايه بقى، انا مش عاوزه حد يهديني، سيبوني. نرمين اسيبوني بس. الممرضه بخوف. يا دكتور الحق يا دكتور، المريضه بتنزف. سيف واقف مش عارف يعمل ايه. الدكتور بخطه جهزوا اوضه العمليات. المريضه شكلها بتسقط. سيف مسكه بغضب. مراتي وابني لازم يكونوا بخير، سيبني. انت اللي عملت فيها ايه بالظبط؟ كانت جوه في الاوضه كويسه، انت قلت لها ايه خليتها تزعق بالشكل ده؟ وبعدين هي في بدايه الحمل بتاعها مش ثابت. سابه وهو كان مرعوب، كان مغمض عينيه وبيدعي ربنا، واقف قدام اوضه العمليات. بعد دقايق بيوصل اهل نرمين، جمال وزينب وياسر وعزه. زينب بخوف. بنتي مالها؟ سيف دموعه كانت نازله وما كانش بيتكلم. انت حصل ايه؟ ياسر بهدوء. انا عارف حصل ايه، هقول لهم الحقيقه يا سيف. سيف بكسره. يا ريتني ما عملت كده، انا بجد غبي. هي مستحيل هتصدقني، انا عملت كل ده عشانها هي. عزه بخوف. ما تنطقوا بقى، في ايه بالظبط؟ في ان ريم هربت من السجن وكانت بتحب سيف قبل كده، وكانت ناويه ان هي تاذي نرمين، وعشان كده سيف قرر ان هو يراقبها ويحاول يعرف عنها كل حاجه عشان ما تاذيش نرمين. وبعدين اتكلموا وقولوا صاحبه ريم كانت طماعه زيها بالظبط. لما سيف مثل عليها دور الحب، هي كانت بتموت في الفلوس، عشان كده قرر ان هو يلعب عليها عشان يوقعها ويعرف منها كل المعلومات اللي بتخططها. سيف كان قاعد وساند راسه على الحيطه بكل حزن وهو بيقول والله العظيم بحبك يا نرمين وما حبيت غيرك. انا سيف حبيبك. بعد شويه بيخرج الدكتور، كلهم بيجروا عليه. الحمد لله قدرنا ان احنا نوقف النزيف، وهي دلوقتي في حاله مستقره جدا هي والبيبي. سيف بفرحه. الحمد لله. زينب ابتسمت هي وعزه شويه وراحوا الاوضه. انا من رايي يا جماعه نسيبهم لوحدهم، نرمين محتاجه ان هي تفوق كده وتستريح شويه، ولازم سيف يكون جنبها في الوقت ده. عندك حق، يلا بينا. مسك ايديها وقعد جنبها. والله ما خنتك، انا عملت كل ده علشان احميكي واحافظ عليكي، عملت كل ده عشان اعرف مكان ريم من صاحبتها. ما كنتش متخيل ابدا ان انتي ممكن تيجي في الوقت ده. وحشتيني قوي يا نرمين، انا بحبك بجد. نام على ايديها ودموعه نازله، لقى اللي بيحس عليه. سيف بفرحه. ايه ده حبيبتي، حقك عليا، انا ظلمتك، وحشتيني قوي وانا اسف بجد. معقوله تتخيلي ان انا اخونك؟ ده انتي هبله قوي. بعد 7 شهور سيف سلم رشا للبوليس، وريم كمان مسكوها. في يوم نرمين بغيظ بقولك طلقني. نام يا حبيبتي وبكره هطلقك ان شاء الله. اهون عليك، انت عاوز تطلقني؟ لا ولا يبقى كده عاوز تخوني. الصبر من عندك يا رب. انت عاوزه ايه؟ هي هرمونات الحمل طلعت عليكي؟ اي بطني، في ايه يا بنتي؟
ما تخافش، انا بهزر معاك، مش هولد دلوقتي، انا لسه في السابع. بحسب. انا بحبك يا سيف، وانا كمان يا حبيبتي. وبكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. استنوني تابعوني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس لو وصلتوا لحد هنا. اكتبوا لي كومنت انتوا بتتابعوني من انا بلد، ويا ريت كمان ما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. سلام.